بص بقى باصحاب، انا حابب ان انت تركز معايا لان حكايه النهارده حرفيا جامده بفتيقه ليه. نزل منها 3 حلقات طازه وقلت مش خساره فيك عزيزي الاسبرتاوي وانزلهم لك على طول. قبل ما نبدا فانا بطلب منك يا معلم ان انت تشد حيلك معايا ونوصل الفيديو ده ل 10000 لايك وبس كده يا صديقي، مش عايز اطول عليك اكتر من كده، ويلا بينا نبدا في سرد الحكايه. بتبدا بقى حكايتنا مع الملكه ديانا اللي بتفارق الحياه بعد ما انجبت الاميره اتناشا، وبدل ما زوجها بقى الامبراطور يزعل عليها قرر بقى انه يتخلص من كل متعلقاتها ويحرقها. حتى بنته الرضيعه بيرفض انه يشوفها او حتى يعتني بيها، لدرجه ان الخدم بدا ان هم يعاملوها اوسخ معامله ممكنه. لكن بالنسبه للبنت الصغيره ديت مره واحده بتبدا بقى انها تحلم بحلم غريب، انها بتكون موجوده في مكان مليان بسلاسل غريبه، موجود وسطهم بلوره كبيره وجواها كتاب سحر، ومجرد ما بتقرب منه بيبدا بقى انه ينكسر. لما بقى الكتاب ده بيفتح قدامها بتبدا بقى انها تسمع صوت امها، وبتعرف ان اللي هتشوفه دلوقتي هو هيكون مستقبلها المرير اللي مستنيها. وبتتفاجئ بقى انها لما تكبر ابوها الامبراطور هيتمها انها استعملت السحر الاسود عشان تقتله، وعشان كده بيقرر بقى انه ينفيها ببرج بعيد عن المملكه. وبسبب الحلم ده تقريبا بتصحى كل يوم مفزوعه من النوم، والوحيده اللي بتعتني بيها هي بتكون ليليانا، وهي اصلا كانت بنت لدوك، وقررت بقى انها تسيب العيشه اللي كانت عايشاها عشان تيجي للمكان ده وتبدا بقى انها تعتني بيها لانها اصلا كانت صديقه لوالدتها. وبتعدي بقى عليها الايام وبتعرف ان العالم ده بيكون معمول من السحر، وكل سحر معين بيكون ليه برج عايش فيه سحر عظيم عنده القدره ان هو يحمي المملكه، لكن اللي بيكون قادر ان هو يحافظ على التوازن ده هو الامبراطور اللي بيمتلك قوه جامده بفتيقه. البنت اول ما بتشوف صوره والدها اللي بيكون موجود في الكتاب بتكون متعصبه جدا، لانها دايما بتشوفه في الحلم بتاعها ان هو بينفيها من البلاد في البرج الغريب، لدرجه يا معلم انها مش بتقدر انها تنام من كتر التفكير. بتمر السنين على بنتنا وبتكبر وبتقضي معظم وقتها في قراءه الكتب. اول لما بتشوف شويه عمال رايحين يزينوا القصر بالزهور بتقرر بقى انها تروح معاهم، ومن الواضح كده صديقي انها اصبحت محبوبه جدا وسطهم. وبعد ما بتخلص بتقرر بقى انها تطلع عشان تبدا بقى انها تلعب في القصر شويه، وبالصدفه بقى بتشوف ان في واحده من الخدم بتتجسس على القصر، وبنعرف بقى انها ناويه تسرق اي حاجه غاليه وتخلع من المكان. ومره واحده بنشوف ان الاميره بتطب فوق دماغها، ولكن هي ما بتقدرش انها تتعرف عليها بسبب اللبس اللي هي بتكون لابساه، لدرجه انها بتكون فكرها انها بنت البستاني اللي شغال في القصر، وعشان كده بتحاول بقى انها تستدرجها في الكلام عشان تعرف مكان الدهب والادوات الغاليه اللي موجوده هنا في القصر. الاميره بقى بتقول لها بس كده ما تقولي من بدري يا ستي، وبتقرر بقى انها تاخدها للمزرعه وهنا شويه وهناك شويه، لحد ما الخادمه دي بتتعصب عليها وبتقول لها مش هو ده اللي انا بدور عليه، انا بدور على الحاجات الثمينه. انا تاشا بتقول لها يا ستي ما تقولي من بدري ان انت بتكون جاي هنا عشان تسرقي. قرر بقى انها تاخدها للمطبخ وبتبدا بقى تعرفها ان الامبراطور ما بقاش يعتني بالقصر ده من بعد ما زوجته ماتت، عشان كده الادوات الثمينه اللي موجوده هنا هي الاطباق والادوات الخاصه بالاكل. والخادمه دي بقى بتكون مفكره انها بتضحك عليها لحد ما في واحده من الخدم بتنزل قدامها مع طبق من الحاوات مرصع بالالماس والاحجار الثمينه. وبعد كده بقى بنشوف ان الاميره بتقرر بقى انها تسيبها وبتروح للخادمه ديت اللي بتكون ماسكه طبق الحلويات، وبتقول لها انا عايزه شويه، بسبب بقى براءتها والطريقه اللي بتتكلم بيها بتقرر بقى انها تديها اللي هي عاوزاه. لكن في واحده تانية من الخدم بتوصل لعندهم وبترفض انها تديها اي حاجه بدون اي اذن، بس بنتنا ما بتكونش سهله وبتقرر بقى انها تستعمل سلاحها الفعال اللي بيكون شغال مع اي حد، وبتقدر بالفعل انها تاخد منهم الحلويات اللي هي بتكون عاوزاها. وبعد كده بقى بتراهم عشان تفتح بقى سكه للحراميه عشان تدخل المطبخ وتسرق اللي هي بتكون عاوزاه. لما بقى الحراميه دي بتدخل المطبخ وبتشوف الحاجات اللي معموله من الذهب بتكون في قمه الانشكاح، وبتبدا بقى انها تخلع الاحجار الكريمه وبتلمها في اكياس. لكن هنا بقى بنشوف ان الاميره بتقرب منها وبتقرر بقى انها تاخد منها الاكياس اللي بتكون جمعتها، وبتبدا تعرفها ان كل حاجه موجوده هنا في القصر بتكون ملكها اصلا. ده بقى اللي بيعصب الخادمه دي جدا، وبتقرر بقى انها تمسك السكينه وتقرب منها عشان تاخد منها الحاجات دي بالعافيه. بس ده على مين؟ بيتضح ان الاميره بتكون مخططه لكل حاجه، وبنشوف انها بتقرب من الحبل ده وبتفكه عشان تقع عليها النجفه. بسبب بقى الصوت والدربكه اللي حصلت بنشوف ان الحراس بيوصلوا وبيلقوا القبض على هذه الحراميه. وبعد ما كل الحوارات دي بتخلص بنشوف ان ليليان بتاخد الاميره للغرفه بتاعتها عشان تنيمها، ولما بقى بتسيبها وبتخرج بنكتشف ان الاميره بتكون عامله كل ده عشان هي اصلا بتكون عارفه المستقبل، وان الخادمه دي كانت في يوم من الايام هتتسبب في موت ليليانا. ده بقى اللي بيخلي بنتنا انها بتكون مبسوطه انها بتكون قدرت تغير شويه في المستقبل. نعم ان الاميره دلوقتي ما بتكونش عندها القدره انها تستعمل السحر، ولكن على الاقل بتقدر انها تشوف المستقبل، وعشان كده بتقرر انها تقبلش بالامر الواقع وتغير المستقبل المظلم مستنيها. على الناحيه الثانيه بقى عند الامبراطور بنشوف ان هو بيبدا بقى يخلص الشغل اللي بيكون وراه، والساعد بقى بتاعه بيبدا بقى يحكي له على اللي بنته بتكون عملته، ولكن الامبراطور اصلا ما بيكونش مهتم بيها. وبعد كده بقى بنسيبه وبنروح بقى لواحد من السحرة الجامدين بفتيقه اللي بيكون موجود في واحد من الابراج، وبيكون بقى متفاجئ ان في حد بيكون قدر يغير في الاحداث المستقبليه. وعند بقى الاميره الصغيره بتبدا بقى انها تحكي لنا عن اللي هيحصل معاها في المستقبل، انها تقدر تقابل والدها لاول مره لما تتم 9 سنين، ومع الرغم من طريقته القاسيه معاها تحاول بقى انها تكسب حبه باي طريقه، لكن للاسف
مش هتعرف. واول بقى ما تتم سن ال 14 سنه تكتشف انها بتكون عندها اخت تانية والكل بيحبها وهي الوحيده اللي محدش مهتم بيها، وعشان كده هتضطر بقى انها تستعمل السحر الاسود وفي النهايه هيتم طردها من المملكه. بس بنتنا مش بتقبل بالمستقبل المرير ده وانها لازم تغيره باي طريقه. ومن بعد كده بنشوف انها بتبدا بقى انها تتمشى في القصر وبتتفاجئ ان في حراس كتير دلوقتي بيكونوا واقفين عند المطبخ، وده طبعا بسبب حادثه البت الحراميه اللي حصلت في اخر فتره. بقى بيكون مزعل الاميره حبتين انها مش تقدر تاخد المجوهرات وتبدا بقى انها تخزنها عشان تقدر انها تهرب في المستقبل، ولكن في المقابل هي بتكون مبسوطه ان ليليان بتكون ما حصلهاش اي حاجه. نعرف ان بنتنا من صغرنا بدات انها تجمع الذهب والمجوهرات عشان تقدر انها تجمع شويه فلوس واموال ومصاري، وده طبعا عشان تقدر انها تهرب في المستقبل، وهي دي بتكون خطتها البديله. بعد كده بتقرر بقى انها تدخل المطبخ وبتستعمل سلاحها الفعال وبتقول لهم انها بتكون حابه تاكل شويه شوكولاته. فعلا بنشوف ان هم بيدوا لها اللي هي بتكون عاوزاه، ولكن هدفها الاساسي انها تاخد المجوهرات اللي على الطبق مش الحلويات اصلا. بعد كده بقى بنشوف ان الاميره بتكون قاعده في الحديقه وبتبدا بقى انها تاكل الحيوانات وهي بتكون في قمه الانشكاح. بقى انها تتكلم مع نفسها وبتقول انا لو قدرت ان انا اغادر القصر ده قبل ما يتم ال9 سنين فهقدر ان انا اغير المستقبل. بقى اللي مخليها انها تجمع اكبر كم من المجوهرات والذهب عشان تقدر انها تاخد ليليا معاها. وبعد ما بتخلص اكل شوكولاته بتبدا بقى انها تغسل ايديها في الميه، ولكن مره واحده كانت تقع وبتلحق نفسها على اخر لحظه، وبسبب بقى كده بتبدا بقى انها تشوف انعكاسها في الميه وبتقول للناس كلها بتقول انها بتكون شبه والدتها، لكن الفرق الوحيد اللي ما بينهم هي العيون، لانها ورثت العيون ديت من ابوها، لان هي دي الحاجه الوحيده اللي بتميز العائله الامبراطوريه وهي العيون. بس للاسف هي ما ورثتش اي طاقه سحريه، وبتبدا بقى انها تسال لو كان ده السبب اللي مخلي ابوها يكرهها. وبتبدا بقى انها تتكلم مع نفسها وبتقول ان الكل دلوقتي بيقول ان هي الوحيده اللي قدرت انها تورث العيون ديت، مع الرغم ان في اخت تانية ليها اسمها جنى عندها برضو نفس العيون، ولكن بتقول نفسها بطل تفكير في الحوار ده، هو اصلا ملوش لازمه، انها لازم دلوقتي تركز على حاجه واحده بس، انها تجمع الفلوس الكافيه عشان تقدر انها تهرب من المكان ده. ونشوف انها بتروح للمخبأ الخاص بيها وبتبدا بقى انها تخبي المجوهرات بتاعتها، وبعد كده بتبدا بقى انها تتمشى لغايه ما بتوصل لمبنى غريب وبتقول نفسها مش هو ده القصر الياقوتي. اما بقى بتبدا بقى انها تستكشفه بتلاقي ان هو بيكون فارغ تماما وما فيهوش اي حد. بتقول نفسها ثواني كده مش ممكن ده يكون مخزن اصلا ولا ايه الكلام، ولكن بسبب انها بتكون جعانه بتقرر بقى انها ترجع تاني للمطبخ وبتبدا بقى انها تسمع الخدم وهم بيتكلموا مع بعض. تعرف ان بسبب حادثه السرقه الاخيره الامبراطور قرر بقى انه يشدد الحراسه على القصر الياقوتي، هيبدا بقى في تفتيش كل الغرف وخاصه غرفه الاميره. هي اول ما تسمع الكلام ده بتقول حي ده كل الكنوز اللي انا مجمعاها دلوقتي موجوده في الغرفه بتاعتي، عشان كده بتقرر بقى انها تروح لغرفتها بسرعه عشان تبدا بقى انها تتصرف. لما بتوصل بتبدا بقى انها تعديهم وبتلاقي ان كل حاجه بتكون في مكانها، وتقول لنفسها ان ده الكنز الخاص بيها اللي هيامن مستقبلي، وعشان كده لازم انعينهم في مكان امن. ولما بقى بيجي وقت القيلوله بتاعتها بنشوف ان ليليان بتوصل لعندها وبتتفاجئ انها اصلا بتكون نايمه، لكن مجرد ما بتخرج من الاوضه بتاعتها بنكتشف انها اصلا صاحيه وكانت عامله كل الكلام ده عشان تقدر انها تنقل الكنوز بتاعتها واحده واحده. بعد كده بقى بنشوف انها بتخرج من الاوضه بتاعتها وبتبدا بقى انها تتسحب من غير ما اي حد يلاحظها. لما بقى بتنجح انها تخرج من القصر بتقرر بقى انها تروح للمكان اللي بتكون دافنه فيه المجوهرات. لما بقى بتوصل هناك بتتفاجئ ان في سنجاب اصلا بيكون طالع الحاجات ديت من تحت الارض، وبدل ما تجري وراه وبتبدا بقى انها تفرهد نفسها بتطلع حبه فول سوداني عشان يسيبها ويمشي. بتبدا بقى تتكلم مع نفسها وبتقول ان دفن الحاجات ديت في الغابه مش امن، ولازم بقى انها تدور على مكان ما فيهوش كده ناس كتير وتقدر انها تعين فيه اي حاجه هي عاوزاها. وبتبدا بقى انها تفتكر المكان اللي هي شافته الصبح، ولما بقى توصل هناك فعلا ما بتلاقيش فيه اي حد، وبتقول نفسها ايوه هو ده بقى المكان المثالي، وبتبدا بقى انها تستكشفه اكتر واكتر. وهنا بقى بتكون المفاجاه بالنسبه لها انها بتقدر توصل لمكان بيكون فيه نافورات وتماثيل من ذهب. نفسها ثواني كده هي دي تماثيل كده من الذهب الخالص ولا ايه الكلام، وعشان تتاكد بنفسها بتقرب انها تعض باسنانها، لكن بعد لحظات قليله بتتفاجئ ان في حد بيكون واقف وراها. ده بقى انه يتكلم بيقول من امتى هذه الحشره الصغيره موجوده في القصر بتاعي. اما الاميره بقى بتبص لصاحب الصوت هنا بتتفاجئ ان ده اصلا بيكون والدها، لان هو بيكون عنده نفس العيون اللي عندها. والامبراطور بيقول ثواني كده انا شفت الوش ده فين قبل كده، وبيقول ايوه انتوا الاتنين تشبهوا بعض بالظبط. الاميره بقى بتقول نفسها ثواني كده احي هو المفروض ان انا ما اقابلش الجدع ده غير بعد 4 سنين من دلوقتي، ايه اللي جابني لهنا اصلا؟ وبعد كده بقى بنشوف ان الامبراطور بيقرب منها وبيقول ايوه انا افتكرتك، اخر مره شفتك فيها كنت راضيها وامك سمتك باسم اتناشيا. عكس ما هي كانت متوقعه ان ابوها المفروض ان هو عاملها بقسوه، لا هو بيبدا بيلعب في وشها كانه عجينه. تقول نفسها ثواني كده هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ المفروض يعني ان انا شفت ابويا في الحلم ان هو ابن 60 كلب وبيعاملني باوسخ معامله، هو بيلعب معايا لا اساس دلوقتي. وبعد ما بيخلص لعب معاه بيبدا بقى انه يتكلم مع المساعد بتاعه وبيقول له حضر لنا كوبايتين شاي، وهي بقى بتقول نفسها انا مش عايز اشرب مع امك شاي، وبتقرر بقى انها تسيبه ويمشي، ولكن هو بيجيبها من قفاها. بسبب بقى كده بنشوف ان الحاجات اللي كانت ربطها في جريها بتقع على الارض، وبتقول احي يا اسطى الكنوز بتاعتي دلوقتي وقعت على الارض وراحت مني.
بعد كده بقى معلم بتشوف ان هما الاثنين بيكونوا قاعدين مع بعض في الغرفه بقى، بتبدا بقى تسال نفسها هو ايه اللي بيجرى دلوقتي ولا ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهمه اي حاجه. تبدا بقى انها تتخيل ابوها ان هو بيكون عامل شبه التنين قدامها وهي بتكون عامله شبه الارنب المبلول. تبدا بقى تسال نفسها هو دلوقتي هو متعصب مني بسبب المجوهرات اللي انا كنت سرقاها ولا العضه اللي انا عضيتها للتمثال، هو يعمل فيها دلوقتي؟ طب هو ممكن يسجنني؟ لكن انا بقى بنشوف ان الامبراطور بيقطع الصمت وبيقول لها انت مش عارفه تتكلمي ولا ايه الكلام؟ هي بقى بتقول لها عيب عليك يا اسطى انا بعرف اتكلم كويس جدا، وتبدا بقى انها تستعمل سلاحها السري. ولا حلو ان انت بتعرفي تتكلمي، يلا اتكلمي انا سامعك، وانت ساكته ليه اصلا؟ كده بنشوف ان مساعد والدها بيقرب منها وبيديها قطعه كده بانكيك عشان تبدا بقى انها تستلذ بيها. وبعد كده بقى بيقرب من الامبراطور وبيقول لها اعذر انها مش قادره تتكلم قدامك عشان هي حاساك ان انت غريب، والاطفال في السن ده بيكونوا محرجين. بالنسبه بقى للمساعد ده صديقي بنكتشف ان هو بيكون اسمه فيليكس. اخيرا الامبراطور بيقول خجوله، بقول لك عليه ما تطلع بره. طبعا هي لما بتسمع الكلام ده بتقول هتسيبنا لوحدنا، خد يا عم انت رايح فين؟ وبعد ما فيليكس ده بيخرج بنشوف ان الامبراطور بيبدا بقى انه يتكلم مع بنته وبقول لها بقول لك ايه صحيح، هو انت عارفه معنى اسمك اللي هو بيكون اتناشيا؟ طبعا هي ما بتعرفش ترد عليه تقول له ايه بالظبط، ولكن هو بيرد عليها وبيعرفها ان معنى اسمها هو الخلود، والاسم ده يعتبر ملكي، وبيبدا بقى يعرفها ان وريث العرش في المملكه هنا لازم برضه يمتلك اسم ملكي، لكن انا للاسف مع الرغم ان انا امبراطور ما قدرتش ان انا احصل اسم زي ده. بقى بتقول نفسها انا مش فاهمه اي حاجه، وانا اغضبته دلوقتي ولا ايه الكلام؟ نعرف ان والدها عشان يقدر ان هو يصبح لامبراطور قرر بقى انه يخش في حرب مع اخوه، وقدر ان هو يهزمه، بعد كده قدر ان هو يستولى على العرش، لكن دايما بيحس ان في حاجه ناقصاه لان هو ما بيمتلكش اسم امبراطوري. بتبدا بقى انها تربط الخيوط ببعضها وبتقول يمكن هو ده السبب اللي مش مخليه ان هو يحبني ولا ايه الكلام، ولا في سبب تاني؟ والدها بقى بيبدا بقى انه يتكلم معاها ويقول لها صحيح وانت ما بتاكليش ليه؟ على فكره الحاجات ديت معموله لك مخصوص ولا انا ذوقي مش عاجبك؟ كده بتقول له يا حاج اللي انت بتقوله ده الكعكه ديت شكلها جمد بفتيك، وبتقرر بقى انها تاكل الكعكه ديت لانها بتكون متاكده ان ابن المجنون اللي قدامها ده عنده استعداد انه يقتل الخدم اللي عملوا الكعكه نفسها. انا ايه اللي جابني هنا وانا بعمل هنا ايه بالظبط؟ انا عايز ارجع تاني لليان. لكن والدها بيبدا بقى انه يتكلم معاها ويقول لها صحيح هو مين اللي علمك اداب الطعام؟ تقول له ان ليليا هي اللي بتكون علمتني كل حاجه من ساعه ما انا كنت صغيره، وبيقول لها بنت الدوق ديت ظهرت قدامي قبل 5 سنين وطلبت مني انها تيجي هنا عشان تعتني بيكي. اللي بيخلي بنتنا انها بتكون متاثره جدا عشان بتكون متاكده ان ليليا بتكون ضحت بكتير عشانها. الامبراطور بقى بيكمل كلامه وبيعرفها ان في 2 بس قدروا ان هم يعصوا اوامري وما قدرتش ان انا اقتلهم، امك والبنت الثانيه اللي بيكون اسمها ليان. بقى بتقول لنفسها هو ايه معنى الكلام ده اصلا؟ انا مش فاهمه اي حاجه. هو بقى بيكمل كلامه معاه بيقول لها ثواني كده، هو انت تعرف انا مين اصلا؟ قلت لنفسها صحيح اي نعم ان انا عارفه اللي قدامي ده هو بيكون ابويا وكمان الامبراطور، بس المفروض دلوقتي ان انا اجاوب على السؤال ده ازاي بالظبط؟ ده بقى اللي بيخلينا محتاره جدا، وبتبدا بقى تفكر في جواب مثالي، وبتقرر بقى انها تستعمل سلاحها الفعال اللي ما فشلش ولا مره، وبتقول اكيد انت بابا، ولكن هو ما بيديهاش اي رياكشن ولا اي رده فعل. قلت لنفسها ايه اللي انا عملته ده بالظبط؟ ولا انا حكيت الدنيا ولا ايه الكلام؟ ما انا كنت ممكن انديب جلاله الملك والموضوع يخلص. على الناحيه الثانيه بقى عند قصر الياقوت الزرقاء بنشوف ان الخدم كلهم بيكونوا عمالين يدوروا على الاميره ومش لاقيينها، ولكن مره واحده بيسمعوا صوتها وهي بتكون عماله تعيط وبتجري عليهم، ولما بقى بتوصل عند ليليان بتكون منهاره من العياط. يان بقى بتبدا بقى تبص لفيليكس وتقول له انت عملت فيها ايه؟ ولكن هو بيقول لها والله ما عملت فيها اي حاجه. ده تساله ثواني كده هو انت مع الاميره اصلا بتعمل ايه ولا بتهبب ايه بالظبط؟ ولكن قبل ما بيمشي بيبدا بقى انه يتكلم مع الاميره وبيعرفها ان جلاله الامبراطور قرر بقى انه يدعي القصر بتاعه مره ثانيه، وبسبب بقى كده كل المتواجدين بيكونوا في قمه الاندهاش ان اخيرا جه اليوم اللي الامبراطور بدا ان هو يهتم ببنته. وفي تاني يوم بنشوف ان الاميره وليليان بيوصلوا للقصر الخاص بالامبراطور، وبعد لحظات قليله بيكونوا واقفين قدامه. الامبراطور بيبدا بقى انه يتكلم مع ليليان وبيقول لها بقالي كتير فعلا ما شفتكيش. بتقول له ايوه حوالي 5 سنين اخر مره شفتك فيها لما لقيت البنت دي كانت طفله رضيعه. لما بيقرب منهم ليليان بقى بتكون قلقانه جدا، بتقول له بص اعتبرني فتر واقف قدامك وما تدينيش اي اهتمام. لكن على عكس التوقعات بنشوف ان الامبراطور بيبدا بقى انه يتكلم مع الاميره وبيقول لها انا ما قدرتش ان انا اعتني بيكي بسبب ان انا كنت مشغول بامور الحكم، ولكن هي بتقول له انت كذاب، انت اصلا ما كنتش عايز تعتني بيا. بس الامبراطور بيقول ما علينا، انا من النهارده هكون المشرف على اموري، وان انت من النهارده لازم تتعاملي بمعامله تليق باميره زيك. لما بتسمع الكلام ده بتقول يا اسطى ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا كانت حياتي ممتعه من غيرك، ايه اللي خلاك تتدخل فيها تاني؟ وفي نفس اليوم بنشوف ان الامبراطور بيجي بقى القصر الياقوتة لاول مره من 5 سنين، والاميره بقى بتكون قاعده قدامه وبيتحط قدامها كل ما لذ وطاب من الحلويات، وبتقول لنفسها ايوه هي دي بقى عيشه الاميرات ولا بلاش، بس برضه بتكون شاكه في الموضوع لان على حسب المستقبل اللي بتكون شافته ابوها المفروض ما يكونش لطيف معاها للدرجه دي، وبتكون بقى مفكره ان هو بيكون حاطط لها سم في الاكل كده ولا كده. بقى بيكون مستغرب منها وبيقول لها انت ما بتاكلوش ايه؟ هو تكون مفكره ان انا حاطط لك سم في الاكل. بقى بتقول لنفسها هو قادر يقرا افكاري ولا ايه الكلام؟ ولكن هي بتقول له يا حاج اللي انت بتقوله ده، بس انا الدكتور قال لي ان انا ما اكلش حلويات كتير، وده طبعا عشان سني ما تبداش انها تسوس. لا غريبه الحلويات لما اتحطت قدامك امبارح عملتي عليها موف اون. بتقول لها ايوه وبتبدا بقى انها تعمل موف اون على الاكل اللي قدامها، ولما بتدوق بتكون في قمه الانشكاح لدرجه انها بتطير من الفرح وتقول واه ايه يا اسطى الجمدان ده. لكن هي بترجع تقول لنفسها لا ما ينفعش ان انا ارخي دفعاتي بسبب الاكله اللذيذه. ولكن الحلويات اللي قدامها بقى بتكون مغريه ما بتقدرش ان هو تقاومها وبتعمل على فخدها
خدهم احلى موف اون. وبنلاحظ بقى ان فيليكس وليليانا بيكونوا مبسوطين ان علاقتهم الاثنين دول بدات انها تتحسن. الامبراطور بعد كده بيبدا بقى انه يتكلم مع بنته وبيقول لها من الواضح ان انت مستمتعه بالاكل جدا، بعرفك ان كل يوم هتقعدي معايا في جلسه الشاي. بقى بتقول نفسها احي ايه يا اسطى الكلام دي. ومن اليوم ده صديقي الاميره بدات انها تقابل والدها الامبراطور تقريبا كل يوم. اما بقى بتيجي تحييه ما بتقدرش انها تقف لفتره طويله وبتتقلب على وشها، لكن على عكس التوقعات هو ما بيديلهاش اي ردة فعل، وكل ما بتعمل حاجه غبيه لانها تروح تعض التماثيل الذهب بيجي كده يبص لها بصه غريبه وما بيعملهاش اي حاجه. الموضوع ما بيقفش لحد هنا، هي دايما بتعمل قدامه تصرفات متخلفه جدا لدرجه انها بتكون مفكره ان كل مره دي بتكون نهايتها، ولكن برضه ما بيعملهاش اي حاجه. بتقعد تكتب بقى ذكرياتها، بتبدا بقى تكتب كل حاجه بدات انها تحصل مع والدها، ان هو بدا يكون معايا لطيف، وفوق كل ده انا ما بقتش اكرهه اصلا زي الاول. وفي يوم بقى من الايام بنشوف ان الايام بتبدا بقى تحضرها عشان تروح للبحيره الملكيه اللي موجوده في القصر الملكي. هي اول ما بتسمع الكلام ده بتكون مندهشه لانها اول مره تعرف ان في حاجه زي ديت موجوده في القصر اصلا. ولما بقى بتروح وبتقابل والدها بياخدها بقى للحديقه الملكيه ديت، بقى بتكون اول مره تخش فيها مكان زي ده، وبتكون في قمه الانبهار، وبتبدا بقى تتنطط هنا وهناك شويه، وبتبدا بقى تتجمع في الزهور، وبتكون في قمه الانشكاح. ولما بقى بتقرب من البحيره بتكون منبهره من جمالها. والدها هنا بقى بيقرب منها وبيعرفها انها تيجي وراه، ويعرفها الطريق اللي من خلاله تقدر انها توصل للبحيره. وبعد لحظات قليله بنشوف ان هم بيروحوا المركب بيكون مستنيهم اصلا. وليليان بقى بتكون قلقانه على الاميره، ولكن فيليكس بيطمنها ان والدها بيكون معاها ومفيش داعي للقلق اصلا. ولكن لما بيشوف ان الامبراطور بيشيل الاميره من قفاها وبيركبها المركب، وبقول لها بقول لك ايه، انسي اللي انا قلته لك ده خالص. وبعد كده بتبدا بقى انها تتحرك بيهم المركب، والاميره بقى بتكون قاعده متوتره جدا ان ابوها بيكون قاعد قدامها وساكت، كل اللي بيعمله ان هو باصص لها بس. ولكن اخيرا بيكسر الصمت ده وبيبدا يسالها هو انت بتفكري في ايه صحيح؟ ده اللي بيزيدها توتر اكتر. بتقول طب ارد عليه اقول له ايه بالظبط؟ لما بقى بتبص له بتلاقي ان شعره بيكون لامع وزيه زي اللون الذهبي بالظبط، وتقول له صدق يا حاج ان شعرك ده بيكون جميل جدا. لا افهم من كلامك ان انت بتتشدي للحاجات اللي بتلمع، فكريني ان في شويه مجوهرات نسيتيها عندي في القصر بتعالي خديها. بتقول احي انا اصلا ما عنديش الجرأه ان انا اعمل حاجه شبه ديت اصلا. وبيمر بقى عليهم الوقت، وفعلا بتبدا بقى انها تستمتع بالمنظر الخلاب اللي هي بتكون موجوده فيه. اما بقى بتلاحظ ان المركب بتكون ماشيه لوحدها، بتسال نفسها هو ماشي ازاي اصلا؟ احنا بنجدف ولا في اي حاجه بتدفعنا لقدام؟ بتبص بقى لوالدها وبتقول اكيد هو بيستعمل السحر. ولما بقى بتركز فيه اكتر واكتر بتاخد بالها ان عينيه بتكون صافيه جدا باللون الازرق شبه الياقوت بالظبط، وان كل اللي حواليها بيقولوا ان عينيها زي عين والدها بالظبط. وبتسال نفسها هو انا لو كنت بقدر استعمل السحر زيه كان هيحبني ولا لا؟ اثناء ما المركب بقى بيكون ماشي بيهم بتلاحظ زهره جميله موجوده في نص الميه، تتاكد ان اللي قدامها ديت هي بتكون زهره اللوتس الزرقاء. لكن بدون اي مقدمات في حاجه غريبه بتبدا بقى انها تحصل لها، كانها بتكون اتسحرت بجمالها. مش كده وبس، لا في كائن غريب بيبدا بقى انه يطلع من تحت الميه. اما بقى بالنسبه ليها فبتكون عندها رغبه ملحه انها بتكون عايزه تحصل على الزهره ديت باي طريقه، لدرجه انها بالفعل بتقدر انها تقرب من الزهره ديت وبتمسكها، ولكن للاسف بتقع في الميه. اما بقى بتحاول بقى انها تطلع بتتفاجئ ان في حاجه بتبدا بقى تمسك رجليها الاثنين. حاجه غريبه بتبدا بقى تحصل معاها وما بتكونش فاهمه هو اللي بيحصل ده بالظبط. وبسبب انها بتكون بغوص في الميه بتحاول بقى انها تستنجد بوالدها، ولكن فجاه بتبدا بقى تفتكر مصيرها المأساوي اللي بيكون مستنيها. والدها اللي بينفاها من البلاد وبيحبسها في برج غريب، ومصيرها دايما انها تغرق في الميه. وبتقرر بقى انها تستسلم للامر الواقع، وبتكون متاكده ان هي دي بتكون نهايتها. بس لو فاكر ان دي النهايه يا صديقي تبقى غلطان، لان الامبراطور ما بيتخلاش عن بنته وبينط في الميه، وبالفعل بيقدر انه يوصل لها وبينقذها من وسط النباتات اللي بتسحبها لتحت. ولكن برضه هي ما كانش مصدقه اللي حصل غير بعد لحظات لما بتطلع من الميه وبتبدا بقى تستفرغ كل الميه اللي شربتها، وبتتاكد بالفعل ان والدها الامبراطور هو اللي بيكون انقذها من الغرق. لكن الغريب ان هو بيكون باصص لها بصه هي لغايه دلوقتي مش فاهماها. ولما بقى المساعد بتاعه فيليكس بيحاول بقى انه يقرب منه عشان يلبسه المعطف بيقول له لا، وبعد كده بقى بيتلفت وبيقرر بقى انه يستعمل قوته السحريه في اتجاه بنته، وفي لحظات قليله بيقدر ان هو يشيل من عليها كل الميه اللي كانت عليها. بسبب كده الاميره بتكون مندهشه من اللي هو بيكون عمله. والموضوع ما بيقفش لحد هنا، لا الامبراطور بيبدا بقى انه يتكلم مع المساعد بتاعه فيليكس وبيامره من بكره ان هو لازم يعلمها السباحه، لان لو بنتي ماتت بالغرق فديت قصه مش لطيفه. تاشا بقى بتقول ثواني كده، هو قال ايه بالظبط؟ قال ان انا بنته، اعترف بيا اخيرا. المهم لما بترجع تاني لبيتها بنشوف انها بتقضي تقريبا يومين 3 في السرير بسبب انها بتكون اتصابت بالبرد. ده بقى انا هتتكلم مع ليليانا، وبتعرف بقى ان الزهره اللي بتكون شافتها في الميه ديت اصلا زهره ملعونه. اي حد ما عندوش قوه سحريه فبتفتنه بالوهم وبتجذبه ليها، هو ده السبب الرئيسي اللي خلاها انها تنجذب للزهره ديت. بقى بتقول نفسها احي المشكله بقى مش في الزهره، المشكله فيها انا ما عنديش اصلا اي قوه سحريه. فنسيبنا بقى منها معلم، وبنروح للامبراطور اللي بنشوف ان هو بيروح للبحيره. مره واحده بنشوف ان الزهره ديت بتبدا بقى ان قوتها الوهم بتبدا بقى انها تسيطر عليه، وبنشوف بقى ان مراته اللي ماتت من 5 سنين بيبدا بقى انه يتخيلها انها بتكون موجوده قدامه. وفي نفس الوقت بنشوف ان المساعد الخاص بيه فيليكس
بيكون موجود ورا شجر وبيكون مستعد ان هو يتدخل في اي لحظه عشان ينقذه من الوهم ده، بس ده على مين ولا اي حاجه بتاثر في الامبراطور، وبيقدر ان هو يلغي الوهم ده في اقل من لحظه. ولما بقى بيخرج من الميه بيبدا بقى ان هو يتكلم مع الفيليكس وبيامره بمهمه. في تاني يوم بنشوف ان الاميره بتكون موجوده في السرير بتاعها لانها بتكون تعبانه كالعاده. مره واحده بقى بنشوف ان في واحده من الخدم بتطب فوق دماغها وبتعرفها ان في كم كبير من الخدم بيكون جايين للقصر هنا وان هم ما بيكونش فاهمين اي حاجه من اللي بيحصل، وعشان كده الاميره بتخرج عشان تعرف اللي بيحصل بالظبط. وهنا بقى بتكون المفاجاه ان بتلاقي ان فيليكس بيكون موجود قدامها وبيعرفوا ان هو من النهارده هيكون الحارس الشخصي بتاعها مؤقتا، وده طبعا بيكون اوامر الامبراطور. والاميره بقى ناتاشا بتقول هو الجدع ده عايز مني ايه بالظبط؟ بيبدا بقى الجزء الجديد باتناشا وبنشوف انها بتكون نايمه في مكان غريب مليان بالزهور، وبتبدا بقى انها تفوق على صوت واحده جميله عماله انها تغني. اما بقى بتبص على مصدر الصوت بتتفاجئ ان هو بيكون خارج من واحده جميله جدا اشبه بالجنيات، ومع الرغم انها مش قادره انها تشوف ملامحها ولا عارفه مين الشخصيه اللي قدامها ديت، لكن حاسه بالحنين في اتجاهها، وبيجي لها بقى احساس غريب ان اللي قدامها ديت ما بيكونش شخص عادي بل هي بتكون والدتها. وفجاه كل حاجه بتبدا بقى انها تتلاشى. بعد لحظات قليله بتبدا بقى انها تفوق من النوم، وكل اللي شافته ده ما كان الا عباره عن حلم. وبعد بقى مرور كام ساعه بنشوف ان فيليكس بيوصل لعندها وبيقرر بقى انه يشيلها عشان ياخدها لمكان معين، وهي بقى بتكون على الله حكايتها وبتبدا تساله واحنا رايحين على فين يا معلم؟ بيقول لها مفيش، اصل ابوك الامبراطور حفت عليه نفسه ان هو افطر معاكي. بقى بتقول ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ ابويا اللي في دماغي ده استحاله يعمل حركه زي ديت اصلا. واثناء ما بقى بيكونوا ماشيين في القصر اتناشا بتلاحظ ان مفيش ولا حارس بيكون موجود هنا، وعشان كده بتبدا بقى انها تسال فيليكس عن السبب. بيبدا بقى يعرفها ان هم اصلا ما لهمش اي ثلاثه لازمه، وهي بقى بتقول ثواني كده، طب ما انت بتحميني اشمعنى مفيش اي حد بيحمي الملك؟ يقول لها بكل بساطه عشان هو بيمتلك قوه سحريه جامده بافتقاله. وبعد لحظات قليله بنشوف ان هم بقى بيوصلوا للغرفه الخاصه بالامبراطور، وبعد ما بينزلها على الارض بيبدا بقى انه يتكلم معاها وبيعرفها ان هي اللي هتصحي والدها، ان انا متاكد ان هو هيكون مبسوط جدا بحاجه زي كده. البنت بتكون مصدومه ولسه بتقول له ايه يا عم اللي انت بتقوله ده؟ بيقوم قافل الباب وبيقرب انه يسيبها وبيمشي. تبدا بقى انها تخبط على الباب وتقول له ولا فيليكس افتح الباب ولا انت عبيط تسيبني انا ليه؟ وبتحاول بقى انها تفتحه باي طريقه ولكن مفيش اي جوده من الكلام دي، اصبح ما قدامهاش اي مفر، وعشان كده بتبدا بقى انها تستكشف الغرفه بتاعت والدها. واحده بقى بتلاحظ ان في لوحه فيها خريطه العالم معموله بالذهب الخالص، ده بقى اللي بيخلينا بتكون في قمه الاندهاش انها شافت حاجه زي ديت اصلا. وبعد كده بتبدا بقى انها تستكشف الغرفه لغايه ما بتقدر انها توصل اخيرا عند والدها اللي بيكون مستلق على الاريكه ورايح في سابع نومه، وبتقرب بقى منه وبتقول واه هو ليه نايم على الكنبه وسايب السرير جنبه بوفتيق؟ مش ديت حاجه غريبه حبتين ولا ايه الكلام؟ تاخد بص على الصوره بتاعته اللي بتكون متعلقه على الحيطه وهو بيكون لابس رداء الامبراطور، نفسها ان الشخص ده مختلف تماما عن الشخص اللي بيجي لي في الاحلام اللي دايما بيكون مليان بالحقد والكراهيه ودايما بيسعى للخراب والدمار. وتقول نفسها لو هو ده فعلا نفس الشخص اللي بيجي لي في احلامي فاستحاله ان هو يسيبنا اشوفه في موقف ضعف زي ده. رغم من كل الكلام دي بتقرب انها تنتهز هذه الفرصه وتنتقم منه على اللي كان بيعمله فيها في احلامها. مره واحده بقى بتقوم قفشه في وشه وبتبدا بقى انها تشد في خدوده وتمطها، تبدا بقى انها تلعب في وش ابوها بكل الطرق تقريبا الممكنه، وده بقى اللي بيخليها بتكون في قمه الانشكاح. ولكن بنشوف ان خدود الامبراطور بتبدا بقى انها تحمر بسبب الشد، بسبب بقى الكلام الوسخ دي. بنشوف ان ابوها بيبدا بقى انه يفوق من النوم، تكون بقى متاكده ان لو صحي فهتقع في ورطه كبيره، وعشان كده بتقرر انها تخليه نايم باي طريقه، وعشان كده بتقرر بقى انها تبدا تغني له الاغنيه اللي دايما بتسمعها قبل ما تنام. بالفعل بتوصل لنتيجه مبهره جدا وبتخلي الامبراطور ان هو ينام بسبب اغنيه بسيطه. المهم بقى صديقي بعد ما الامبراطور بقى بيفوق من نومه بيقرر بقى ان هم يفطروا مع بعض، واتناشا بقى اول ما بتشوف ان خدوده لسه بتكون محمره بتقول ايه يا اسطى الكلام الوسخ ده شكله لو عارف ممكن يركبني احلى شلاحه. ولكن هي بقى بتقرر بقى انها تكسر الصمت المتوتر ده، بتقول له بقول لك يا حاج على فكره في حاجات كتيره في القصر ده مثيره للاهتمام، وبصراحه كده انا عمري ما شفتها في حته قبل كده. ده بقى بيقول لها خلصان تقدر ان انت تستكشفي كل اللي انت عايزاه بكل اريحيه محدش يقول لك حاجه. بس لما بيكونوا قاعدين بيفطروا مع بعض بنشوف ان في جرس بيبدا بقى ان هو يرن، ومره واحده بقى بنشوف ان فيليكس بيقرب من الامبراطور وبيعرفوا ان الدوق بيكون خلاص على وشك ان هو يحضر في اي لحظه. بصراحه كده وبدون اي لف ودوران فهو بقى بيكون طلب ان هو يشوف الاميره، اللي بيخليه ان هو بيكون متفاجئ وبيبدا بقى ان هو يبص لبنته لدرجه انها بتبدا انها تقلق من نظرته، تقول نفسها الجدع ده مريب حبتين هو عايز مني ايه بالظبط. المهم بقى بنشوف ان الامبراطور بيبدا بقى انه يتكلم مع فيليكس وبيقول له اول ما الدوق يوصل المفروض ان انت تاخده دلوقتي وتوديه لغرفه المقابلات، من الاحسن ليك ان انت ما تتفاهمش باي كلمه ملهاش اي ثلاثه لازمه. فيليكس بيقول له اكيد طبعا يا معلم اللي انت تؤمر بيه. وبعد ما بيخلص فطاره بيقرب انه يقوم عشان يروح يخلص اللي وراه، ولكن قبل ما بيمشي بيبدا بقى انه يتكلم مع الاميره اتناشا وبيقول لها من بكره انت لازم تيجي هنا كل يوم وتبدا ان انت تفطري معايا. وبمجرد ما بيمشي بتقول لنفسها هو الجدع ده عايز مني ايه بالظبط؟ امتى اصلا خلاص اتخذت القرار ان احنا كل يوم لازم نفطر مع بعض؟ لكن بتقول لنفسها هو يعني كده هو مش قال لي ان انا اقدر استكشف القصر ده زي ما انا عاوزه واقدر اعمل اي حاجه انا عاوزاها؟ هنا بقى بتقول له ما بتضايقش وبتقرر بقى انها تستكشف القصر الامبراطوري، واول حاجه بقى بتقرر بقى انها تعملها انها ترجع تاني للغرفه الخاصه بوالدها، والمره دي بتقرر بقى انها تتحرك
بتفحصها باهتمام اكتر وبتلاحظ ان في صور كتير للعائله الامبراطوريه. ده بقى اللي بيخليها انها بتكون متاكده ان اكيد صوره والدتها موجوده في واحده منهم، انها بتكون حاسه بالحنين في اتجاهها وعايز انها تشوفها على الاقل وشها. تانية بقى شباب ما بين الصور بالترتيب لغايه ما بتوصل للوحه الخاصه بوالدها. تقول نفسها بس يبقى المفروض ان دلوقتي صوره امي تكون قريبه من صورته. ولما بتبدا بقى انها تبص حواليها بتلاقي ان في لوحه بتكون مرميه على الارض، وعشان كده بتقرر بقى انها تروح تستكشفها. لما بقى بتبص على الاسم اللي مكتوب على اللوحه بتلاقي ان هو بيكون اسم والدتها. ولكن هنسيبها دلوقتي ونروح لشويه نسوان حرابيق عمالين يتكلموا مع بعض وبيكونوا متواجدين في القصر الامبراطوري، وبيبداوا بقى انهم يتكلموا على الاميره اتناشا ان الامبراطور بيكون عين فيليكس بذات نفسه ان هو يكون الراعي بتاعها. شكلنا كده داخلين على ايام سودا وممكن نحصل على امبراطوره ما عندهاش اي قوه سحريه. ولكن بيقولوا لنفسهم اكيد الامبراطور بيكون طيب القلب، عشان كده الحاجات زي ديت ما بتهمهوش. وكل الكلام ده بيحصل على دخله المعلم من الامبراطور بذات نفسه. ده بقى من وسط الحربوات ديت بتبدا بقى انها تتكلم على اتناشا. الاثنين اللي جنبها اول ما بيشوفوا الامبراطور بيحاولوا بقى ان هم يخرسوها، ولكن ما بيلحقش لانه بيكون طب فوق دماغهم. واول ما بتنطق اسم الاميره ديانا بنشوف ان الامبراطور بيكون طب فوق دماغها. وطبعا يا معلم كلهم بيكونوا في قمه الرعب لدرجه ان هم بيرقعوا قدامه. اما بقى بالنسبه للامبراطور فبيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيحذر ان لو نطقت الاسم ده تاني فهيركبها احلى شلاحه. وفي نهايه اليوم بقى صديقي بنشوف ان الاميره اتناشا بتكون راكبه العربيه الخاصه بيها وراجعه تاني للقصر الياقوته الزرقاء، وبيكون واضح عليها انها بتكون حزينه جدا، والسبب انها اول ما شافت الصوره بتاعت والدتها اتصدمت لانها اصلا بتكون محروقه. ومن هنا بقى بتتملكها مشاعر الياس وبتتاكد بالفعل ان كل الاحلام اللي كانت بتشوفها من صغرها ما طلعتش خيال بل هي فعلا كانت حقيقه، وان والدها الامبراطور هو اللي بيكون امر بحرق كل متعلقات الاميره ديانا. وبتفضل بقى انها تفكر في الموضوع ده لدرجه انها مش بيجي لها نوم. نفسها ما كنتش متوقعه ان ابويا بيكره امي للدرجه دي. ولكن هي بتبدا بقى تتكلم مع نفسها وبتقول ان كل التفكير في الكلام ده ملوش اي ثلاثه لازمه، ومن الافضل ان انا انام. تتمنى بقى انها ما تشوفش ام الاحلام الغريبه دي كالمعتاد. وعشان تقدر انها تهدى اعصابها وتنام بقرب انها تغني الاغنيه اللي هي بتسمعها دايما قبل ما بتنام. وفي تاني يوم بقى الصبح بنشوف ان بنتنا الاميره بتكون في كامل اناقتها، وبعد كده بتبدا بقى انها تتكلم مع الخدم وبتعرف انها رايحه للقصر الخاص بوالدها عشان هي قررت انها تفطر معاها من النهارده كل يوم. لكن هنا بقى بتكون المفاجاه ان والدها اصلا بيكون مستنيها من بدري عشان يفطروا مع بعض. اول حاجه بقى بتقرر بقى انها تعملها انها بتقرب منه وبتبدا بقى انها تصبح عليه. انت بقى بتكون مفكره ان باناقتها كده وجمالها وظرافتها قدامه هيبدا بقى انه يتكلم معاها كده والحواجز اللي ما بينهم تبدا بقى انها تتشال، ولكن ولا بيتهز منه اي شعر. وعشان فيليكس ما يكسرش بخاطرها بيبدا بقى انه يسقف لها. الامبراطور بيبدا بقى انه يتكلم مع فيليكس وبيقول له بطل عتها باب، بطل عتها يا حبيبي، وشيلها كده وقعدها على الكرسي بتاعها. وبالفعل ده اللي بيحصل. واتناشا بقى بتقعد وبتبدا بقى انها تتكلم مع نفسها، بتقول كل مره ما اقعد قدام الجدع ده انا دايما اللي بتكلم اكتر منه وما بكونش عارفه ايه السبب. بتقول يمكن هو شايف الكلام اصلا معايا ممل، لكن اهم حاجه دلوقتي ان انا ما ينفعش اجيب سيره والدتي قدامه باي شكل. ولكن هو مره واحده بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيساله هو انت عماله تفكري في ايه بالظبط؟ بتقول له بصراحه انا محتار من نوع الشاي اللي انت بتشربه ده لان ريحته فعلا جميله، لدرجه انها بتطلب منه انها بتكون حابه انها تشرب شويه شاي كمان. ولكن فيليكس بيكون معترض على الفكره ديت لان نكهه الشاي بتكون تقيله عليها بسبب سنها الصغير. كده بتقول له مش ده انا عايز ادوق نفس الشاي اللي هو بيدوق. ولما والدها بيشوف اصرارها بيسمح ليها انها تشرب اللي هي بتكون عاوزاه. اما بقى كوبايه الشاي بتتحط قدامها بتلاقي ان ريحتها جامده بفتيقه. اما بقى بتبدا انها تشرب منه والدها بقى بيبدا بقى يسالها عن رايها في الشاي. تقول له بصراحه هو طعمه لذيذ جدا، تحس كده ان في وريد بتتفتح في بقك وانت بتشربه. مجرد ما بتقول الكلام ده فيليكس بيكون باين على وشه الصدمه، مش هو لوحده بس لا ملامح الملك بتبدا بقى انها تتغير هي كمان. هي بقى بتحس انها عملت حاجه غلط وبتبدا بقى انها تبص حواليها بتلاقي ان الكل بيكون متوتر. تقول احي هو ايه اللي حصل؟ هو انا قلت حاجه المفروض يعني ما كنتش اقولها؟ فيليكس بيقرب انه يكسر الصمت ده وبيبدا بقى انه يتكلم مع الاميره ديانا وبيعرفها ان الشاي اللي بتشربه ده جاي من نفس البلد اللي والدتها كانت جايه منها. بالنسبه للجمله اللي هي كانت قايلاها فوالدتها برضه كانت بتقول نفس الجمله. لكن الامبراطور بيقول له انا ما افتكرش انها قالت حاجه زي ديت اصلا. وبعد كده بقى بيطلب من فيليكس ان هو يسيبهم لوحدهم، وبالفعل بيقرب انه يسيبهم وبيمشي. اما بقى بالنسبه للاميره اتناشا فبيكون باين عليها الحزن لانها بتكون حاسه ان والدها الامبراطور بيكون كاره والدتها لدرجه ان هو مش عايز يسمع عنها اي حاجه. ولما بقى بيبدا انا يتكلم معاها بقول لها ان انت لسه بنت صغيره وما ينفعش ان انت تشربي الشاي ومن الافضل ان انت تشربي بعد كده حليب. بعد كده ما بيقولش اي حاجه تاني وبيقرر بقى ان هو يسيبها وبيمشي. هنا بقى اتناشا بتحس ان والدها من اليوم ده بدا ان هو يكرهها لدرجه ان في نهايه اليوم قرب انها تحرق كل الرسومات اللي بتكون رسمتها ليهم مع بعض. اللي بيخلينا بتكون متاكده ان مستقبلها بيكون لسه زي ما هو وابوها اكيد هينفيها في يوم من الايام من البلاد. وبعد كده بقى بنشوف انها بتروح الغرفه بتاعتها، وبعد كده فيليكس بيوصل للمحرقه اللي كانت بتحرق فيها الصور وبيقرب انه يلم الباقي منها. تاني يوم بقى تناشا بتكون مستنيه والدها عشان يفطروا مع بعض ولكن ما بيجيش وبيعتذر لها. لذلك بقى الامر في الغداء وبيكرر معاها الموضوع اكتر من مره وفي اكتر من يوم، وده بقى اللي بيخلينا تفقد الامل انها ممكن تقرب من والدها تاني في يوم من الايام. مره بقى وهي بتتمشى في القصر بتسمع بقى الخادمه الشخصيه بتاعتها بتتكلم
بيتكلم مع فيليكس. الاميره اتناشا ما بقتش زي الاول لدرجه انها ما بقتش تاكل الحلويات اللي كانت بتحبها. فيليكس بقى بيكون متاكد ان اللي حصل لها ده بسبب اسلوب الملك معاها في اخر فتره، وليليانا بقى بتكون متاكده ان الامبراطور ما بيكونش حابب انه يسمع اي حاجه عن الاميره ديانا، لكن المشكله الحقيقه ان بنته فعلا عايزه تعرف اي حاجه عن والدتها. لكن فيليكس بيفكرها ان الامبراطور اصلا بيكون دمر كل حاجه متعلقه بالاميره ديانا من 5 سنين، لقيت ان ملهاش تقريبا ولا صوره موجوده هنا اصلا في القصر. لكن بيقول ليليانا ثواني كده، الامبراطور ذات نفسه يقدر ان هو يستعمل قوته السحريه عشان ينقل كل ذكرياته المتعلقه بالاميره ديانا لبنته. ليان بقى بتكون متفاجئه من الموضوع وبتقول له ثواني كده، هو الامبراطور اصلا ممكن يوافق على الكلام ده؟ وبيقول لها اكيد طبعا الامبراطور بيحب بنته وهيعمل لها اي حاجه. لكن اتناشا بتقرب انها ما تقفش ساكته اكتر من كده، وبتقول له ان انت ما ينفعش تعمل الكلام الوسخ دي. بقى بيكون مستغرب بيقول لها ليه، وانت مش حابه تشوف امك؟ ولكن اتناشا بتقول له اكيد انت لو قلت الكلام ده قدامه ان انا عايز اشوف امي فهو اكيد هيكرهني اكتر ما هو بيكرهني دلوقتي. وطبعا هم لما بيسمعوا الكلام ده بيكونوا مصدومين ان في طفله بتفكر بالطريقه ديت. لكن فيليكس هنا بيقرب منها وبيبدا بقى انه يطمنها، وبيبدا بقى انه يقسم لها بحياته ان الامبراطور عمره ما يكرهها، ولو انت فعلا مش مصدقاني كل اللي عليك ان انت تيجي دلوقتي معايا للقصر الياقوتي. بالفعل يا معلم بنشوف ان الاميره اتناشا بتقرر بقى انها تروح معاه. هم بقى في الطريق بيقول لها انت قبل كده سالتيني ليه مفيش حراس موجودين هنا في القصر؟ تقول له ببساطه لان ابويا تقريبا بيحب يعمل كل حاجه بنفسه. هنا بقول لها مفيش الكلام دي، بكل ما في الامر ان الامبراطور بيستعمل سحره الخاص ان يعمل حاجز على قصر الياقوتي اللي انت عايشه فيه عشان يحميه بنفسه، ولو في اي شخص حاول بقى انه يدخل القصر ده بدون اي اذن فمش هيعرف يدخل اصلا. ده بس السبب الرئيسي اللي مش مخلي اي حد من الحراس ان هو يقدر اصلا يقرب من القصر الياقوتي. وبعد كده بقى بينزلها على الارض وكله بيطلبوا منها انها تراقبه. فعلا بنشوف ان فيليكس بيبدا بقى انه يستعد وبيطلع السيف بتاعه وبيستعمل قوته السحريه وبيهجم على الحاجز، لان الحاجز بيظهر وبيتضح ان هو بيكون جامد بوفتكه لدرجه ان هو مش قادر يخترقه اصلا. الموضوع ما بيبقاش لحد هنا لان الضربه اللي بيكون سددها للحاجز دي بتترد ليه ووشه بيتجرح. وبالله زي ما انت شفت كده اي حد بيكون عنده نيه خبيثه مش هيقدر ان هو يخترق الحاجز ده اصلا. ولكن هي بتقول له يا عم اللي انت بتقوله ده على فكره انا كنت بدخل القصر ده وبخرج منه خلصه من غير ما اي حد ياخد باله. ولا ده عشان الامبراطور بكل اختصار ان هو بيثق فيك وسايبك ان انت تخرجي وتدخلي زي ما انت عاوزه. زي ما قلت لك قبل كده من المستحيلات ان اصلا والدك يبدا بقى انه يكرهك زي ما انت مفكره. على الناحيه الثانيه بقى عند الامبراطور بنشوف ان هو بيكون موجود في المكتب وبيبدا بقى انه يخلص الشغل اللي وراه. لكن بنلاحظ ان فيليكس بيكون جاب له الرماد الخاص بالورق اللي اتناشا بيكون حرقته، بقى بيقرر بقى انه يستعمل قوته السحريه عشان يرجعهم تاني لحالتهم الطبيعيه. وبيبدا بقى انه يتكلم مع نفسه وبيقول انا كنت خلاص على وشك ان انا انسى كل حاجه. لكن للاسف البت ديت فعلا بتشبه امها لحد كبير، واثناء ما بيكون قاعد كده في امان الله بنشوف ان اتناشا بتوصل لعنده وبتبدا بقى انها تتكلم معاه وبتقول له انا بقالي اكتر من يوم ما شفتكش، وعشان كده اتكلمت مع فيليكس ونصحني ان انا اجي لك وقال لي ان انت كمان عندك القدره تخليني ان انا اشوف والدتي لاول مره. يعني لو انت مشغول فكك من امر تافه زي ده انا ممكن اسيبك وامشي. انت بقى عيني بتقرر بقى انها تسيبه وتجري ولكن بيجيبها من قفاها. بعد كده بقى بيقرر بقى انه ياخدها ويرجع تاني للغرفه بتاعته وبيحطها على السرير وبيطلب بقى منها انها تنام. بتقول له يا عم الكلام ده انا اصلا مش جاي للنوم. لا سهله وبسيطه، انت ممكن تغني الاغنيه اللي انت غنيتيها قبل كده وتقدر ان انت تنامي بعدها. هنا بقى بتبدا انا تفتكر الاغنيه اللي غنيتها له لما كانت بتلعب في وشه وتقول احي هو كان صاحي وحس باللي انا عملته كله وكان عامل فيها نايم. ايه يا اسطى الكلام دي، ده انا شكلي كده هركب احلى شلاح. عشان كده بقى بتحاول بقى انها تتهرب منه وبتقول انها نسيتها اصلا. ابوها بيبدا بيقول لها طب ايه اللي ممكن يخليكي تفتكر الاغنيه ديت؟ بتقول له يا حاج انسى الموضوع، انا كده كده اصلا نسيت الاغنيه ومش فاكراها. لكن هو بيقول لها خلي بالك اللي انت بتعمليه ده عصيان امر ملكي وديت عقوبه وممكن كمان تتعاقب عليها. بقى بتقول احيد الواد ده بيهددني ولا ايه الكلام؟ بتقول له خلاص يا عم ما تقفش انا افتكرت الاغنيه. وبالفعل يا صديقي بنشوف ان اتناشا بتبدا بقى انها تغني نفس الاغنيه اللي غنيتها له قبل كده. وفجاه بقى بنشوف ان الامبراطور بيقرر بقى انه يستعمل قوته السحريه وبيخلي سقف الاوضه اللي هم بيكونوا فيها منظرها بيكون خلاب لابعد الحدود. وطبعا اتناشا اول ما بتشوف الكلام ده بتكون في قمه الاندهاش. مجرد ما بتنتهي من الاغنيه بنشوف ان اتناشا بتبدا بقى انها تحس بالنعاس وبتقرر بقى انها تنام جنب والدها. من هنا بنشوف ان الامبراطور بيقرر بقى انه يستعمل قوته السحريه عليها. وبعد لحظات قليله بنشوف ان اتناشا بتبدا بقى انها تفوق وبتكون موجوده في نفس المكان الغريب. ولما بقى بتبدا انها تفوق ما بتكونش عارفه هي جت للمكان ده ازاي اصلا. ولما بقى بتبص حواليها هنا بقى بتكون الصدمه انها اخيرا لاول مره بتقدر انها تشوف امها واخيرا بوضوح. والدتها بقى بتبدا انها تتكلم مع والدها وبيتضح ان هو بيكون اسمه كلاود. اول مره يا معلم بتقدر انها تشوف والدها اللي بيكون دايما مكشم كده ان هو بيقدر ان هو يبتسم زيه زي بقيه الناس العاديه. وبعد ما اتناشا بتروح في سبع نومه بنشوف ان فيليكس بيخش عليهم وبيبدا بقى انه يتكلم مع الامبراطور وبيعرفوا ان ضيفه خلاص بيكون وصل. المهم لما بقى بيوصل للغرفه الملكيه الجدع بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيقول له انا جاي هنا بحجه ان هو جاي له مستقبل الامبراطوريه وان هو بيكون جاي النهارده بخصوص الاميره عشان يبداوا ان هم يختاروا ليها شريك دراسه. والامبراطور بيقول له من الواضح الثقه اللي انت بتتكلم بيها ديت فانت عندك شخص جاي ترشحه. وفي نفس الوقت بنشوف ان الاميره اتناشا بتصحى من النوم وبتوصل لغرفه العرش وبتلاقي ان الدوق ده بيتكلم مع والدها وبيعرض عليه ان ابنه ايزيكل هيكون انسب واحد يكون الشريك الخاص
الخاص بدراستها، هو بطبيعه الحال بيكون ذكي واكبر منها ب3 سنوات. ولما الاميره اتناشا بتسمع اسم الابن ده هنا بقى بتكون الصدمه بالنسبه لها، وبتبدا بقى انها تفتكر ان هو ده نفس الشخص اللي كان موجود في الحفله اللي اختها كانت بتتقدم فيها درين. وعلى حسب بقى ذكرياتها الاميره اتناشا بتفتكر ان الشخص ده بيستعمل الاميره جنيت عشان يقدر انه يعزز مكانته في المملكه. كده قرر بقى انه يستغل ابنه عشان يبدا بقى انه يقرب من الاميره، وهو فعلا شخص كويس وبدا ان هو يحبها. رجع بقى تاني للدوق اللي بيكون عمال يتكلم مع الامبراطور وعمال يطبل لابنه ان هو بيكون ماهر في العلوم الاكاديميه. وسط ما هو بقى عمال بيهري بنشوف ان اتناشا بتوصل عند والدها وبتقول له يا اسطى انا صحيت من النوم ولقيتكش جنبي فعشان كده خفت وجيت لك. لما بقى بتبص على وش الدوق ده بتلاقي ان هو بيكون باصص لها بصه كده مش مريحاها خالص. المهم بنشوف ان الامبراطور بيطلب بقى من بنته انها تقرب منه، وفعلا بيقعد على حجره. الجدع ده بيبدا بقى ان هو يتكلم مع الاميره وبيقول لها شرف كبير ليا ان انا اقابلك النهارده، وعموما انا جاي هنا عشان اوصي ليكي بشريك دراسه هيكون جنب بوفتيقه. من غير لف ودوران اتناشا بقى بتخش في صلب الموضوع وتقول له بص كده يا معلم انا سمعت ان ابنك فعلا ذكي، هل هو بيكون اطلع على كتب العلوم الاجتماع؟ وبيقول لها مظبوط احب اعرفك ان هو بيكون خلص. تقول له بص كده يا معلم انا مش عايز شريك ليا يكون اغبى مني. لكن هنا بقى الامبراطور بيخلص وبيقول له بقول لك ايه انا كفايه عليا طفل واحد قوي مزعج. بالنسبه بقى لمساله شريك الدراسه فممكن نناقش الموضوع ده فيما بعد. وبعد ما بيمشي اتناشا بتكون حاسه بالحزن ان الشخص ده بيكون جاي يستغلها بسبب انها ما عندهاش قدره سحريه. بس ما علينا، بعد ما بيخلص الاجتماع ده بنشوف ان بنتنا بتجري للغابه وبتروح بقى تقعد في المكان المفضل بتاعها، وبنلاحظ انها بتكون معاها اداه سحريه، وديت بقى بتكون متخصصه في قياس الطاقه السحريه عند اي شخص. كل ما الطاقه السحريه عند الشخص هتكون كبيره فالاداه ديت هتبدا بقى انها تدور بسرعه اكبر. بنتنا بقى بتكون عندها امل انها يكون عندها لو جزء بسيط جدا من الطاقه السحريه، وعشان كده بتحاول بقى انها تقيسها بيها. ما بتبدا بقى انها تجرب الاداه ديت للاسف ما بتستجيبش معاها باي طريقه، وده بقى اللي بيخليها بتكون غضبانه فشخ. تقول ثواني كده ومعنى الكلام دي ان انا طاقتي السحريه عباره عن زيرو. تبدا تتكلم مع نفسها وبتقول ان ابوها بيمتلك كميه طاقه سحريه مهوله. اما بقى بالنسبه لوالدتها فهي في الاساس اصلا كانت ساحره وعندها كميه سحر لا باس بها، بقى اللي مخليها مش فاهمه اي حاجه ازاي هي بتكون بنتهم وما عندهاش اي طاقه سحريه. المهم بقى بعد الموقف ده بيمر عليهم سنتين، اثناء الخادمه ديت وهي واقفه عماله بقى بتشتري الفواكه مره واحده بيحصل في جسمها حاجه غريبه، وبعد كده بقى بنلاحظ ان في واحد من سحره الابراج الجامدين بوفتيقه بيكون واقف وراها مصيرها وانقذها من الموت، وعشان كده بيقرر بقى انه يستعمل قوته السحريه عليها عشان يعرف مين الشخص اللي بيتلاعب في الخط الزمني. على الناحيه الثانيه بقى عند الاميره اتناشا بنشوف انها بتكون موجوده في المكتبه اللي ابوها بيكون عملها لها مخصوص. بنشوف ان مره واحده نفس اللورد ده بيخش عليها وبيقول لها مر زمن طويل على اخر مره شفتك فيها، وانا متفاجئ ان انت بتكوني كبرتي وجمالك زاد عن المره الاولى. وهي بقى بتقول له اكيد طبعا يا معلم، وده غير ان انت تعتبر بالنسبه لي شخص لطيف، ولكن بتقول نفسها الشخص ده بالنسبه لي مزعج. هو انت عايز من ايه يا جدع انت؟ بالنسبه بقى للامبراطور كل المجاملات والكلام ده ما بياكلش معاه، وبقول له بقول لك يا معلم وانت عايز ايه بالظبط؟ مفيش نفس الموضوع اللي جبت لك فيه قبل سنتين. انا مش مبسوط لغايه دلوقتي ان الاميره ما عندهاش شريك دراسه، عندي بقى شخص جيد ومناسب انا قررت ان انا اقترحه عليك، واحب بقى اكيد لك انها بتكون بنته وفي نفس سن الاميره وانا كمان اللي مربيها. البنت اللي انا بتكلم عليها هي بقى بتكون جنيت مارغريت، وطبعا اتناشا اول ما بتسمع الاسم ده بتكون متفاجئه. بالنسبه للدوق بيكمل كلامه وبيقول ان البنت دي اتعلمت من سن صغير، وغير انها بتكون بارعه في القانون. بالنسبه بقى للاميره ففي الغالب هي ما درستش حاجه زي ديت. شفت ازاي بقى انا خايف على مصلحتها، انا متاكد انها هتكون الشريك المناسب ليها. تقول نفسها متاكده ان الجدع ده بيحاول بقى انه يخلي جنيت انها تقرب مني عشان تقرب من والدي بالمره، عشان كده بتقرر بقى انا ما تسكتش وبتقول له بقول لك يا معلم على فكره اللي انت بتقوله ده كله مضحك، لا انت بقى بتحاول ان انت تضايقني مش اكتر، لا انت بقى مفكر ان اميره الامبراطوريه ما عندهاش درايه بقانون البلاد. لسه هيبدا انه يرد عليها ولكن هي بتبدا بقى تسرد له القوانين. لا بصراحه انا متفاجئ ان الاميره فعلا مثقفه لابعد الحدود. الاميره بقى بتقول له بص يا معلم خد المواصفات اللي انا عاوزها في الشريك الدراسه بتاعي، لازم يكون ذكي ودرس السحر والتاريخ وعلوم الاجتماع. وبعد كده بقى بنشوف انها بتسيبه وبتقرب من الامبراطور وبتعرفه انها بتكون حابه تخرج وتلعب في الحديقه، لكن هو بقى بيطلب منها انها تستنى، وبعد كده بيقرر بقى ان هو يديها الكتاب اللي هي كانت طلبته. طبعا اتناشا بقى بتكون في قمه الانشكاح وبتشكره وبتقرر بقى انها تخرج. الدوق بيتكلم معاها قبل ما تطلع من القاعه وبيقول لها كل مره اشوفك فيها بكون منبهر عن المره اللي قبلها، منتظر المره الجايه اللي هشوفك فيها بفارغ الصبر. طبعا بنتنا بتنفض له وبتقرر انها تسيبه وتمشي، وبعد كده بتروح للغابه للمكان المفضل بتاعها، وبعد كده بتبدا بقى انها تندب حظها لان ايزاك وجينات لو جم هنا تقدر انها تغير مصيرها المحتوم بما انها ما عندهاش اي قوه سحريه، لان الدوق ابن الصرم ده كل اللي بيعمله عشان عايز ان هو يزود من سلطته مش اكتر. بتبدا بقى انها تمسك الكتاب ده وبتبدا بقى تقول لنفسها انا ما ينفعش ان انا اسمح لكل الكلام الوسخ ديت ان هو يحصل. ما بقى بتاخد بص على اسم الشخص اللي بيكون كتب الكتاب ده، هنا بتكون متفاجئه ان هو اصلا مش موجود. تعرف بقى ان الكتاب ده بيكون اقدم كتاب سحري موجود في الامبراطوريه، بيكون موجود فيه انواع من السحر المختلف وكمان تعويذ كتير.
منها اللي بيكون عندها القدره على ايقاظ القوه السحريه، رغم انها لغايه دلوقتي مش متاكده الكتاب ده اصلا كل اللي فيه ده صح ولا غلط، ولكن ما بيكونش قدامها اي خيار تاني وبتقرر بقى انها تجرب. بالفعل بنشوف انها بتبدا بقى انها تقول التعويذه السحريه، وهنا بقى بتكون المفاجاه انها بتبدا بقى انها تتفاعل معاها. كتاب السحر ده بيبدا بقى انه يطير من على الارض، وهي بتكون متفاجئه ان اخيرا بيكون استجاب معاها، رغم ان هو بيكون تفاعل ولكن مش معاها هي، لا هو بيكون تفاعل مع شخص تاني مختلف، وبيبدا بقى انه يروح في اتجاهه. وقت نشا طبعا بتبدا بقى انها تجري ورا الكتاب ده ومش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل. مره واحده بتتفاجئ انها بتكون قدام شخص غريب موجود في الغابه. لما بقى بتبدا بقى تساله وانت تطلع مين بالظبط، لا اخيرا لقيت الشخص اللي بيكون عنده القدره ان هو يتلاعب في الخط الزمني. واول لما بيتلفت وقت نشا بقى بتشوف وشه بتكون متفاجئ لان الشخص ده بيشبه الدميه، لكن هو لما بيبص لها بيدرك بقى الحقيقه وبيقول ثواني كده فين الشخص اللي انا جاي هنا علشان انا متاكد ان انا بكون اخطات في الشخص الماني، وعشان كده بيقرر بقى انه يسيبها وبيمشي. لكن بتقول له ثواني كده يا جدع انت وانت كنت فين ولا جاي منين وانت مين اصلا. بس هتبدا بقى انها تجري ورا، بنشوف ان فيليكس بيوصل لعندها وبيبدا بقى انه ينادي عليها، ويبدا بقى انه يتكلم معاها وبيعرفها ان هو بيكون جاي هنا عشان يدور عليها. ولكن مره واحده بنشوف ان الساحر ده بيعمل كده حاجه غريبه بصوابعه اللي بتاثر على فيليكس، وده اللي بيخليه انه يسال نفسه وانا كنت جاي هنا ليه اصلا. وبعد كده بيقرر بقى انه يسيب الاميره وبيمشي. طبعا بتكون مندهشه من اللي حصل وبتقول له ثواني كده فيليكس وانت رايح فين ولا ايه. لما فيليكس بيمشي بتبدا بقى انها تتكلم مع الجدع ده وبتقول له ثواني كده هو انت ساحر؟ قول لها مظبوط، وبيبدا بقى يعرف ان هو بيكون اعظم ساحر موجود في العالم، وبيقرر بقى انه يسيبها وبيمشي. هنا بتقول له ثواني كده يا جدع وانت رايح فين كده ايه وكلام من غير باب، رجع الكتاب اللي انت خدته مني. الفيل بيقرر بقى انه يرجع لها الكتاب وبيقول لها بما ان ساحر عظيم فانا هديك نصيحه وتقراي التعويذه اللي انت كنت بتقراها قبل كده لانها بتكون خطيره جدا. بدون ما يفسر لها اي حاجه بيقوم رامي الكتاب ده في وشها وبعد كده بيختفي من قدامها. في نهايه اليوم بنشوف ان اتناشا بتروح تقابل فيليكس وبتبدا بقى تحكي له على كل حاجه بتكون حصلت معاه. انا هو اللي بيسمع الكلام ده منها ما بيكونش مصدقه لان هو ما بيكونش فاكر اي حاجه. هي بتقول لا مفيش الكلام الوسخ دي، انا متاكده من اللي حصل. وما انسى الشخص ده اصلا ما كانش سيء ولا كان حابب ان هو يأذينا ولا يعمل لنا اي حاجه. بعد كده بقى بتقرر انها تسيبه وتروح تلعب مع الخادمه الشخصيه بتاعتها. ده بقى اللي بيخلي فيليكس ان هو بيكون مستغرب من تصرفاتها وبيقرر بقى انه يروح يتكلم مع الملك. ده بقى يعرفوا ان كل حاجه بتكون جاهزه والاميره هتوصل قريب. النهارده بيكونوا عاملين لها الكعك اللي هي بتحبه، وهو بيقول لك يا معلم انت شكلك كده عايز تقول حاجه وقولها من غير لف ودوران. بقول له بصراحه ايه رايك ان احنا نجيب شويه اصدقاء لاميره اتناشا من نفس سنها؟ ريت ما تفهمنيش غلط، انا مش جاي من عند اللورد ابن الصرم ده ولا جاي بتوصيه من اي حد. اما في الامر انها المفروض انها تتعامل مع الاطفال اللي من سنها لان كل اللي حواليها عباره عن اشخاص بالغين. الامبراطور بيقول له يعني انتوا كلكم حواليها ومش قادرين ان انتوا تعتنوا بطفله؟ ده انتوا شكلكم كده مالكمش اي فايده. طبعا فيليكس بياخد الكلمتين دول كانه خد سهم في قلبه وبيقرر بقى انه يستاذن عشان يمشي. المهم بعد شويه بقى بنشوف ان اتناشا بتوصل لعند والدها. انا متفاجئ ان كل يوم ان انت بتيجي في الميعاد بتاعك مظبوط بالثانيه. تقول له اكيد طبعا يا معلم انا جيت هنا عشان اقابل ابويا العزيز. لا طالما انت جاي تشوفيني انا بس النهارده فاحب اعرفك ان مفيش كعك. اللي بيخلينا حزينه بتقول له ليه يا اسطى الكعك جامد، الكعك انا بحبه برضه. باشاره صغيره من ايده بنشوف ان الخدم كلهم بيخش عليها وبيحط لها قدامها كل الحلويات اللي هي بتكون عاوزاها. وطبعا هي لما بتشوف الكلام دي بتكون في قمه الانشكاح عليه. تنكيكه الشوكولاته لان الشوكولاته بقت شحيحه جدا في قصر الياقوت، ان مساعدتها الشخصيه بتمنعها انها تاكل الشوكولاته، وفوق كل ده اكتشفت ان في حرامي موجود في القصر بياكل الشوكولاته بتاعتها اصلا. بس مع الرغم من كل ده فهي بتكون مبسوطه جدا ان كل الحلويات اللي هي بتكون عاوزاها بتلاقيها عند ابوها. كان هو بيقطعها وبيقول لها من الواضح كده ان خدودك هتنفجر من كتر الاكل. وهي بقى بتقول له يا معلم انت فاهم الموضوع غلط، كل ما في الامر ان انا بحب اكل جدا وانا قدامك. نفسها ثواني كده هو الجدع ده بيحبب ان هو يقول ان انا هتخن من الاكل الشوكولاته ولا ايه الكلام بقى. بالنسبه للامبراطور بيبدا بقى انه يفتكر كلام فيليكس عن اصدقاء بنفس سنها، عشان كده بيقرب انه يطرح عليها نفس السؤال مره ثانيه وبيقول لها هو انت حابه يكون ليك اصدقاء من نفس سنك؟ هي ما بتكونش فاهمه اي حاجه وبيبدا بقى انه يستعمل قوته السحريه عشان ينظف وشها. لو انت فعلا عايزه اصدقاء فتقدر ان انت تختاريهم على مزاجك. بقى بتقول له مفيش الكلام ده معلم، انا عندي انت وفيليكس وليليا كمان الكعك اللي انا بحبه وانا مش محتاجه اي حاجه ثانيه. ولا افهم بقى من كلامك ان اكتر حاجه بتحبيها هي كعكه الشوكولاته صح؟ وهي بقى بتقول له لا يا معلم انت فهمت كلامي غلط مره ثانيه، انت بقى بتحب ان انت تسخر مني بقول من الكلام الوسخ ده كل شويه. نفسها انا كده كده اصلا مش محتاجه اصدقاء، وكل اللي عايزاه ان انا اعيش في استقرار لغايه ما اتم 18 سنه عشان اقدر ان انا اعمل كل اللي انا عاوزاه. فاهم حاجه لازم ان انا اقدر استعمل قوتي السحريه. واحده بقى بتبدا انها تفتكر كلام الشخص الغريب اللي بتكون قابلته في الغابه اما قال لها ان ما ينفعش انها تكمل التعويذه ديت للاخر عشان هي بتكون خطيره. طول ثواني كده يعني هي ممكن انها تتفاعل معايا اصلا. وبره بقى القصر الامبراطوري بنشوف ان الساحر ده بيكون موجود وعمال يراقبه عن كسب لنفسه. انا متاكد ان انا هلاقي الشخص اللي هو بيكون عمال يتلاعب في الخط الزمني. على الناحيه الثانيه بقى عند الاميره اتناشا ما بتضيعش وقت اكتر من كده وبتقرر بقى انها ترجع تاني الغابه عشان تستعمل نفس التعويذه اللي استعملتها قبل كده. ما بتقراها للنهايه هنا بقى بتكون المفاجاه ان احنا بنشوف ان السلاسل الموجوده على قوتها السحريه بتبدا بقى انها تتكسر. المره دي التعويذه بتتفاعل معاها ولكن ما بتكملش للنهايه، وده بقى اللي بيخلينا بتكون متفاجئه. بتبدا بقى انها تحس باحساس غريب اول مره تحس بيه في حياتها. وبدون اي مقدمات بنشوف ان نفس الشخص الغريب ده
بيظهر من وراها. لا انا كنت متاكد من المره الاولى ان انت هي نفس الشخص اللي بيتلاعب في الخط الزمني. بتقول له اها مش انت نفس الشخص الغريب الاطوار اللي قابلته قبل كده، ولكن انا بقول لها لا ما تقوليش الكلام ده مره ثانيه، انا ساحر عظيم جاي بفتك، او انت يعني عايزه تختصر عليك الامر فتقدر ان انت تناديني بلوكس على طول. ظهر بقى للعيون الياقوت اللي انت بتمتلكيها، انت المفروض تكوني بنت الامبراطور كلوب. هي بقى بتقول لي لا انت غلطان. بقول لها خلصانه يبقى انت بنت ابنه. هي بقى بتقول له لا برضه مفيش الكلام ده. هي بقى بتقول لنفسها ثواني كده، هو الجدع ده ازاي عارف الاباطره القدامى بتاع الامبراطوريه؟ ده بقى تعرفوا ان الامبراطور العظيم اللي هو كان يتكلم عليه من شويه ده هو اصلا مات من 400 سنه. اما بقى بالنسبه للامبراطور الحالي اللي انا بكون بنته وهو بيكون الامبراطور كلاود. بغض النظر عن كل الكلام ده هو مش مهم. المهم بقى بالنسبه لي ان العيون اللي انت بتمتلكيها ديت المفروض ان انت تمتلكي قوه سحريه جباره، لكن من الواضح عليك ان انت ما عندكيش اي طاقه سحريه، وازاي ان انت قادره تتنقلي ما بين العالمين. بقى بتقول له عالمين مين يا عم اللي انت بتتكلم عليهم؟ بغض النظر عن اي حاجه انت لازم دلوقتي تكشفي لي كل اسرارك. وبدون اي مقدمات بيبدا بقى انه يستعمل واحده من تعويذه السحريه وبيخلي بقى نباتات عملاقه تطلع من تحتها وبتمسكها. ده بقى بتكون مفاجاه انها بتكون شامه ريحه كده غريبه لطيفه، وفوق كل ده كمان في فقاعات لطيفه حواليها. ده بقى اللي بيخليها انها بتكون في قمه الانشكاح. لكن بيتضح ان ده كله عباره عن تعويذه عشان يقدر ان هو يتحكم فيها، وبيطلب بقى منها انها تحكي له على كل حاجه. وفعلا بنشوف ان هو بيسيطر عليها بشكل كامل، وبتبدا بقى تحكي له انها ما عندهاش اي طاقه سحريه. لا ثواني كده، مش هو ده اللي انا عايز اسمعه منك. وبعد كده بيقرر بقى انه يلغي التعويذه ويرميها على الارض عشان تتكلم، ولكن قبل ما بتصطدم بالارض بنشوف ان في غيمه غريبه بتتحرك وبتقدر انها تمسكها. تناشا اول ما بتشوفه بتكون متفاجئه بيه وبتقول له عموما شكرا يا معلم على اللي انت بتكون انقذتني. لوكس بيكون غضبان منها وبيقول لها انت ازاي جات لك الجرأه ان انت تعطلي التحقيقات بتاعتي. الغيمه ديت اول ما بتدرك قوته السحريه الهائله بتقرر انها تسيب المكان ديت تجري قبل ما يحصل لها اي حاجه. بعد كده بنشوف ان الجدع ده بيبدا بقى انه يقرب من الاتناجا، وبسبب بقى كده فهي بتكون مرعوبه منه، وبدون اي وعي منها بتبدا بقى انها تستعمل قوتها السحريه وبتقدر انها تثبته في المكان. ده بقى اللي بيخلينا في قمه الانشكاح انها اخيرا بتكون قدرت انها تعملها. بعد كده بقى بتقرر بقى انها تودع الساحر لوكس وبتقول له اشوفك بعدين يا معلم، وبتسيبه بعد كده وبتمشي. بالنسبه ليه فبيقرب بقى من التعويذه ديت وبيبدا بقى انه يفككها عشان يقدر ان هو يتحرك. من الواضح كده ان هو كان متوقع ان كل ده كان هيحصل. اما بقى بالنسبه لاتناشا قرر انها ترجع لوالدها عشان تبدا بقى تحكي له على كل حاجه بتكون حصلت معاها نفسها، وبتقدر بالفعل انها توصل عند الامبراطور اللي هو بيكون واقف مع فيليكس. لكن هنا بقى بتكون الصدمه بالنسبه لهم انها بتبدا بقى انها تكح دم، وبعد كده بتقع على الارض يغمى عليها. طبعا بيحاول بقى ان هم يقربوا منها عشان يفهموا ايه اللي بيكون حصل معاها. والدها طبعا اول ما بيشوف الكلام ده بيكون في قمه الصدمه، ومجرد ما بيقرب منها بيحس بحاجه غريبه. وبالنسبه بقى لاتناشا مره واحده بقى بنشوف ان قلبها بيكون موجود جوه ساعه، رغم انها بتكون قدرت انها تكسر السلاسل، ولكن في اشواك بتظهر وبعد كده بقى بتحوطه من كل مكان. وطبعا الامبراطور بيحس بكل حاجه وبيحس ان الوضع خطير، وبيأمر بقى فيليكس ان هو يروح يجيب سحره شفاء بسرعه. وبالفعل بينقلها للغرفه بتاعتها، وبعد كده بقى بيجي الطبيب وبيبدا بقى انه يفحصها، لكن للاسف ما بيوصلش لاي حاجه. وبيقول له الامبراطور ان ده بيكون مرض غريب واول مره يشوفه في حياته، وده مع رغم ان هو بيكون فحصها بالكامل وما حسش ان موجود فيها اي حاجه غريبه. مجرد ما بيخرج بنشوف ان في واحد تاني بيخش مكانه ونفس النتيجه بتكون هي لدرجه ان كل سحرة الشفاء اللي موجودين في القصر الملكي ما بيقدروش ان هم يعملوا لاتناشا اي حاجه. وبالنسبه بقى للامبراطور بيكون واقف جنب بنته وبيكون حزين جدا عليها لانه مش قادر يعمل لها اي حاجه، وبيمر بقى فيليكس ان هو لازم يروح يجمع كل سحرة الشفاء اللي موجودين في الامبراطوريه بالكامل. واثناء ما هم بقى بيكونوا واقفين بنشوف ان في طفل بيخش عليهم وبيبدا بقى انه يتكلم مع الامبراطور. وبالنسبه بقى لهذا الطفل صديقي بنتفاجئ ان هو اصلا بيكون لوكس، ولكن بيكون في حجم طفل. بيكمل بقى كلامه مع الامبراطور وبيعرف ان هو يقدر يعالج بنته، ولكن يسيب له كل حاجه. بالنسبه بقى لبنتنا بنشوف انها بتبدا بقى انها تحلم باحلامها الغريبه كالمعتاد، ولكن المره ديت الحلم بيكون لوالدتها اللي اصلا بتكون عماله تغني لها الاغنيه اللي هي بتكون حافظاها. المهم بقى بنرجع تاني ليهم في الوقت الحاضر، وبنشوف بقى ان لوكس بيبدا بقى انه يتكلم مع اتناشا بيقول لها وانت هتعملي فيها نايمه اسحبت. وهي طبعا اول ما بتفوق ما بتكونش فاهمه اي حاجه، ولا بقول لك ايه فوق كده وصحصحي معايا ما تعمليش كده فيها الاميره النايمه. ولكن هي بتقول له اخرس الور انا دلوقتي بحلم حلم مهم جدا. لكن بسرعه ما بتدرك الموقف ان نفس الطفل اللي قدامها ده هو بيكون نفس الشخص اللي بيكون قابلته في الغابه. لوكس هنا بقى بيبدا ان هو يتكلم معاها بيقول لها وانت ليه تجاهلتي كل تحذيراتي وكملت التعويذه الملعونه للاخر. وهي بقى بتقول لنفسها هو الجدع ده جه هنا يدور عليها عشان اللي عملته معاه في الغابه ولا ايه القلاب. لوكس بيكمل كلامه معاه بيقول لها انت هتنيكي تلعبي دور النايمه كتير ولا تحب ان انا اصحيكي على طريقتي الخاصه. هي بقى بتقول حد يجي الحقني من ابن المجنونه اللي قدامي ده، وانت ما تعرفش يا جدع انت ان انا كنت تعبانه وقعدت انزف دمي شويه اكتر. بتقول لنفسها ثواني كده انا مش حاسه باي تعب ولا اي الم اصلا. لوكس بيعرفها ان هو اللي بيكون قدر ينقذ حياتها، ولو ما كانش اتدخل كان زمانك قلبك عامل بوم كبير وانفجر. المفروض يعني ان انت تكوني ممتنه ليا دلوقتي وتبداي تقولي لي شويه حاجات. بقى بتقول لنفسها ثواني كده هو الجدع اللي قدامي ده عايزني ان انا اشكره، ولكن ثواني كده هو انت ليه قصير عما انت كنت في الغابه اخر مره شفتك فيها. اصلا بيكونوا واقفين بتشوف ان الامبراطور وليليا وفينيكس بيخش عليهم، وهي طبعا اول ما بتشوفهم بتكون في قمه الانشكاح. وبتبدا بقى انها تعرف من ليليا انها كانت فاقده الوعي لمده شهر بالكامل. بقى بالنسبه للامبراطور فبيشيل بقى من انتوا من على الارض عشان يبدا بقى ان هو يطمن عليها. لوكس بقى بيبدا ان هو يستموت فيها ويبدا يتكلم مع الامبراطور وبيقول له بنتك قدامك هي زي الفل، ولكن انا في المقابل استنزفت كل طاقتي السحريه وتعبان. بيبدا بقى انه يشرح له اللي بيكون حصل مع الاميره اتناشا
اتناشا ان قوتها السحريه مره واحده بقى بتكون استيقظت، وهو ده بقى السبب الرئيسي اللي خلاها انها يغمى عليها طول الفتره اللي فاتت. الامبراطور بيقول له افهم منك ان هيكون في اثار جانبيه في المستقبل، ولوكس بقى بيقول له من الناحيه ديت يا اسطى لا تقلق، لان انا قدرت ان انا اسحب كل الطاقه السحريه الفائضه في جسمها ودخلتها جسمي انا. وبالنسبه بقى للاميره فطاقتها السحريه تعتبر صفر، ونادر جدا ان نشوف الحاله ديت موجوده في الامبراطوريه اوبيليا، لكن في المقابل هي دلوقتي هتمتلك كل الامكانيات عشان تقدر انها تحصل على السلطه الاقوى في تاريخ الامبراطوريه. وطبعا اتناشا بتسمع الكلام ده تقول له انت بتتكلم على انا يا اسطى اللي انت بتتكلم عليه ده. طبعا ليليا بتكون في قمه الانشكاح لان الاميره اتناشا اخيرا قدرت انها تحصل على قوتها السحريه الخاصه. اكس بقى بيكمل كلامه وبينبههم ان الاميره دلوقتي بتكون في مرحله النمو، الممكن الموضوع اللي حصل معاه ده يتكرر تاني، ومره واحده بقى بنشوف ان هو بيبدا ان هو يترنح يمين وشمال وبيبدا ان هو يقع على الارض، وطبعا الامبراطور بيقرب بقى منه عشان يمسكه. اكس بقى بيقول له اعذرنا يا الامبراطور العظيم الجامد بوفتيق ان انت شايفني في المنظر المشير للشفقه ده عشان استنزفت كل طاقتي السحريه، ان انا بقى ان هو بيكون عامل كل ده في الاساس عشان بيكون عايز ان هو يستعمل قوته الخاصه عليه. هنا بقى بيتاكد ان اتناشا بتكون قدرت انها تلعب في الخط الزمني بتاعه هو الاخر. المهم بقى معلم الامبراطور بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيعرفه ان هو اكيد هيكافئه في يوم من الايام على اللي هو بيكون عمله، لكن في الوقت الراهن انت تقدر تخليك هنا في القصر الامبراطوري وتبدا بقى ان انت تعالج الاميره اتناشا. واصلا كان بيسعى كل الكلام ده وبيبدا هو يشكر الامبراطور، وهو خارج بقى بيبص للاميره اتناشا تتاكد ان ابن الصرمه ده كل اللي كان بيعمله عباره عن تمثيل. اما بقى بالنسبه للامبراطور فبيبدا بقى انه يتكلم مع فيليكس وبيعرفه ان المكان دلوقتي اصبح غير امن للاميره، وعشان كده قررنا ان احنا ننقلها للقصر الزمردي. وطبعا اتناشا لما بتسمع الكلام ده بتكون متفاجئه لان حسب ذكرياتها المفروض ان القصر الزمردي ده اللي كانت تقعد فيه هي بتكون جينيت مش هي خالص، ومن هنا بقى بتتاكد ان مستقبلها بيكون اختلف تماما، ولكن بيكون عندها مخاوف من المستقبل. وفي تاني يوم بنشوف ان اتناشا بتكون قاعده مع لوكس وبتقول له ثواني كده يا معلم انت قلت ان انا بمتلك قوه سحريه، طب ليه اداه قياس السحر ديت مش راضيه انها تتفاعل معايا اصلا؟ لا بصي وانا ما بكدبش عليك لان فعلا في شخص بيكون ختم كل القوه اللي انت بتمتلكيها. نشوف ان هو بيكون عمال ياكل الشوكولاته والبانكيك اللي قدامه، بقول لها بقول لك البتاع ده جامد بوفتك، ما تقول لي بقى ليليا انك تجيب لنا كمان شويه كده. بتقول له فكك من الكلام اللي انت بتقوله ده، ختم اللي انت بتتكلم عليه. هو بيعرفها ان الختم ده بيكون معمول لمصلحتك عشان يحميكي. انا استعملت قوه السحريه الثمينه عشان اتخلص من القوه السحريه الفائضه في جسمك، كان زمانك دلوقتي ان انت رايح الحياه البرزخ، المفروض ان انت تكون ممتنه ليا وتشكريني على الاقل. وهي بتقول له طب اضمن منين ان انت مش بتخدعني وان انت اصلا جاي هنا على هيئه طفل ومش عارف والدي على حقيقتك؟ لا بصي هو الموضوع بما فيه ان انا كنت نايم لمده 400 سنه بالكامل في البرج بتاعي، بطبيعه الحال قوتي السحريه مش كافيه عشان اقدر ان انا احافظ على الحجم الطبيعي. لكن هي مره واحده بقى بتقرب منه وتقول له انت بالنسبه لي شخص مخادع لان انت سرقت الشوكولاته والسحر بتاعي. لكن هو بالله انت عبيط، شخص عظيم زيي هيسرق الشوكولاته بتاعتك ديت ليه اصلا؟ بالله طالما كده يا معلم امال ايه الكائن الصغنن اللي انت جايبه معاك ده بيعمل هنا يا اصلا؟ ولا صدق فعلا عندك حق، هو ده فعلا اللص اللي بيسرق الشوكولاته بتاعتك، ولكن احب اكد لك ان انا ماليش صله بيه اطلاقا. وبعد كده بقى بيستعمل سكينه وبيحدفها في ناحيه الغيمه ديت اللي بتتحول لكائن كده صغنون. طبعا اتناشا اول ما بتشوفه تلاقي شكله ظريف بتقول له اللي انت عملته ده سيبه بسرعه. بعد كده بقى بنشوف ان الجرو ده بيقرب من اتناشا، وهي اول ما بتشوفه تفتكره هو اللي بيكون انقذها في الغابه قبل كده قبل ما تصطدم بالارض. لوكس بقى بيعرف ان هو بيكون حمى السيد بتاعه بشكل فطري مش اكتر، وطبعا هي بتكون على الله حكايتها وبتقول له ثواني كده انت تقصد بالسيد بتاعه هو انا؟ وبيقول لها مظبوط لان ده اصلا عباره عن وحش سحري اتولد من القوه السحريه الفائضه اللي خرجت منك. تقول له بما ان هو بيسرق الشوكولاته يعني هو بياكل الحلويات، وبيقول لها مظبوط. وبعد كده بقى بتاخده وبتقول له يا ايها الورع يعني انت كنت طول الفتره اللي فاتت تسرق الشوكولاته بتاعتي. لوكس بقى بيقول لها ان هو بيحب الحلويات زيها بالظبط بان انت بتكون السيده بتاعته. بعد كده بقى بيتكلم معاه وبيقول له بما انك خلصت اكل خد تعالى هنا الورع. وطبعا الجرو الصغنون ده بيكون خايف منه وما بيرضاش ان هو يسيب اتناشا، لكن هي بتقول له ولد ما فيش الكلام ده، بما ان انا السيده بتاعته انا مش هسمح ليك ان انت تعذبه. وبعد كده بتقرر انها تسمي هذا الجرو الصغنون باسم جراي. لكن هنا بقى لوكس بيتكلم معاه وبيعرفها ان هي ما ينفعش انها تتعلق بيه، ان هو اصلا ليه صله بالدم اللي هو بيكون خرج من بقه، وهي طبعا ما بتكونش فاهمه اي حاجه. ومن هنا بيضطر بقى ان هو يفسر لها ان هو بيكون عباره عن كتله صلبه من المانه السحريه، وبطبيعه الحال كل ما تلمسيه جسمك هيبدا بقى انه يمتص القوه ديت، وبالتالي جسمك هيحصل فيه انضرابات وتبدا ان انت تنزفي وهتغيبي عن الوعي مره ثانيه. ومن هنا بقى بنشوف ان اتناشا بتضطر بقى انها تسيب جراي، ولوكس بقى بيكمل كلامه بيعرفها انها بتكون عباره عن مساله وقت واللي حصل معاها ده ممكن ان هو يتكرر تاني. ده بقى اللي بيخليها انها بتكون قلقانه جدا وبتبدا تساله طب المفروض ان انا اعمل ايه دلوقتي؟ بيقول ان الامر ده سهل وبسيط، كل ما عليكي ان انت تبداي تتحكمي في قوتك السحريه مش اكتر. وتمر بقى عليهم الايام من هنا وبنشوف ان اتناشا بتقرر بقى انها تتعلم السحر تحت ايد المعلمين الملكيين، ومع الرغم انها بالفعل المره دي بدات انها تستعمل قوتها السحريه ولكن الموضوع ما بيدومش لاكتر من سنتين. وده بقى اللي بيخلي المعلمه انها تفقد الامل وتبدا بقى انها تعرف ليليا انها مش هتقدر تساعدها اكتر من كده. طبعا ليليا بتسمع كل الكلام ده وبتكون حزينه ومش فاهمه ايه اللي بيحصل معاها، لانها في الغابه اول مره قدرت انها تستعمل السحر بكل اريحيه ودلوقتي بتكون عاجزه انها تعمل اي حاجه اصلا بيه. بعد كده بقى بتكبر دماغها وبتبدا بقى انها تلعب مع جراي، ولكن هنا بقى لوكس بيبدا
بيبدا بقى انه يتكلم معاها وبيقول لها هو انت متخلفه وانا مش قلت لك قبل كده ما ينفعش ان انت تلمسيه كتير؟ هنا بتقول له بص بعيد عن اللي انت بتقوله ده كله، هو انت ايه اللي جابك في الغرفه بتاعتي؟ بقول لها بكل بساطه جيت هنا عشان اراقبك. بعد كده بقى بيشد منها جرايه وبيقول لها بص كده يا ستي تعالي نعمل مع بعض اتفاق، وبيقول لها بصي ايه رايك ان احنا نعمل مع بعض اتفاق ان تتنازل عن الجرو ده، وفي المقابل بما ان انا ساحر جامد بوفتيك هقدر ان انا اعلمك قوتك السحريه ازاي تتحكمي فيها. ما اظن ان انا اكون معلم افضل من شويه الاغبياء اللي بيعلموكي. وسط ما هو بيكون عمال بيرخم عليها بيحس ان في حد بيكون جاي في اتجاهه، عشان كده بيقرر بقى انه ينزل وبيكون في غايه الاحترام اللي دخل عليهم ده هو بيكون الامبراطور. وطبعا اتناشي اول ما بتشوفه بتقرر بقى انها تخبي الجرو بتاعها ده وراها. طبعا اول ما والدها بيشوفها بيكون متاكد انها بتكون خافي حاجه وبتضطر انها تطلع جراي ليه. قبل ما تفسر اي حاجه بنشوف ان لوكس بيبدا بقى انه يتكلم وبيعرف ان الامبراطور ان ده بيكون عباره عن وحش سحري تم صنعه من القوه السحريه الفايضه من الاميره اتناشا. بابا بيقول له افهم منك ان هو ممكن يسبب ليها اي ضرر. لسه اتناشا تبدا بقى انها تتكلم مع والدها ولكن لوكس بيقاطعها. يبدا بقى يعرف الامبراطور ان هم لو خلصوا على الوحش السحري ده فكل القوه السحريه هترجع تاني لجسم الاميره، وعشان نتجنب كارثه زي ديت ممكن تحصل في المستقبل فلازم ان احنا نحتفظ بيه ونراقبه عن كسب. اتناشا بتبدا بقى انها تزيد وبتطلب بقى من والدها انها تحتفظ بهذا الجرو. حرفيا هي بتكون على الله كده ومش فاهمه هو لوكس ده بيساعدها ولا ايه الكلام. والامبراطور بقى بيتكلم مع لوكس وبيقول له طب احنا لو احتفظنا بيه ممكن ان هو يسبب لها اي ضرر، ويقول له طالما هي مش ماسكاها طول الوقت فالامور كلها هتكون تحت السيطره. وطبعا الاميره اتناشا بتقرر بقى انها تستعمل سلاحها السري، واول ما الامبراطور بيشوف القلم دي بيسمح لها فعلا انها تحتفظ بيه، ولكن في المقابل ما ينفعش انها تمسكه اكتر من ساعه في اليوم. وبتمر بقى عليها الايام وبنشوف بقى ان الاميره اتناشا بتقرر انها تتعلم نفسها ازاي تقدر انها تتحكم في قوتها السحريه، لكن في كل مره للاسف بتفشل. تبدا بقى انها تسيبها وتلعب في اللي حط عليها الختم ده وما بتكونش فاهمه ولازمه امه ايه اصلا، بس بتكون عماله تفكر ازاي تقدر انها تلاقي شخص ممكن ان هو يفيدها وازاي تقدر انها تتعلم في قوتها السحريه. بنشوف ان لوكس بيحدف عليها تفاح بقى بتساله فينك يا عم وانت مختفي ليه بقالك كام يوم؟ بقول لا ما فيش اصلي في واحد هنا بيكرهني وعشان كده مضطر ان انا اخفي حضوري. لما بقى بيشوف اللي هي بتكون عملته على الارض بيقول لها وانت عبيطه وانت عايزه تموتي ولا ايه الكلام؟ لازم ان انت تتعلمي اساسيات السحر قبل ما تستعمليه اصلا. انت نسيتي ان في قنبله موجوده جواكي وممكن انها تنفجر في اي لحظه. فورا بنشوف ان في فكره جامده بوفتيقه بتلمع في دماغها وبتقول له بقول لك يا معلم انت السحر الجامد بوفتيق. لا ايوه عايزه من ام ايه بالظبط عشان نظرتك ديت مش مطمناني. تقول له يا اسطى انت قلت لي قبل كده ان انت تقدر تعلمني ازاي اقدر اتحكم في قوتي السحريه. بقول لها ايوه بس انا مش مهتم بالكلام ده لان انت اصلا مش هتديني اي حاجه في المقابل. وده بقى اللي بيخلي الاميره اتناشا انها بتكون متعصبه جدا ومش عارفه ازاي تقدر انها تقنعه. لكن مره واحده بتبدا بقى انها تسمع عصافير بطنه عماله بقى تصوصو وبتقول له اها انا كده عرفت هدخل لك ازاي يا معلم. تقول له من الواضح يا معلم ان انت بتكون جعان. وبقول لها ايوه ما انا استهلكت كل الطاقه السحريه ولازم ان انا استعيدها. وبتقول له طب ايه رايك بقى يا معلم ان احنا نبرم صفقه مع بعض، بما ان انت بتقول ان انا عندي طاقه سحريه فائضه في جسمي ايه رايك ان انت تاخد جزء منها وفي المقابل تعلمني ازاي اقدر ان انا اتحكم فيها. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند الامبراطور بنشوف ان الدوق ده بيكون موجود عنده واصلا بيكونوا عمالين بيتكلموا مع بعض. بنشوف ان الاميره اتناشا بتوصل لعندهم تفهم بقى منهم انهم عايزين يختاروا لها صديق او بمعنى اصح شريك دراسه. الدوق ده بقى بيعرض على اتناشا ان جنيت هي هتكون انسب واحده ليها. بتقول له ممكن انها فعلا تكون خيار مناسب ولكن انا عندي شخص مناسب اكتر. بعد كده بقى بتشاور على الباب وبتسمح بقى لوكس انه يدخل. مجرد ما بيدخل بيبدا بقى انه يقسم للامبراطور انه يحافظ على سلامه الاميره اتناشا وكمان هيساعدها بكل اللي يقدر عليه عشان تقدر انها تطور قدراتها السحريه. طبعا الدوق اول ما بيسمع الكلام ده بيكون في قمه الصدمه لان كل اللي كان بيخطط له راح بقى منصوره. بعد كده بقى بنشوف ان لوكس والاميره اتناشا بيكونوا موجودين في المكتبه نعلمها اساسيات التحكم في السحر. لا اول حاجه لازم تصب قوتك السحريه في القلم ده عشان تقدري انك تتحكمي فيه وتكتبي بيه بكل اريحيه. اما بقى بتبدا بقى تجرب ما بتقدرش انها تعمل القلم دي. بعد كده بياخدها للدرس اللي بعده وبتفشل فيه فشل باهر، عشان كده بيقرر بقى انه يبدا معاها من الصفر وبياخدها بقى للحديقه وبتبدا بقى تتمرن وتجري. بيقول لها انت لازم تجري كل يوم وتتمرني. طبعا هي بتكون متضايقه من كل اللي بيحصل معاها بتقول له ايه يا عم اللي انت بتعمله ده المفروض ان انت تعلمني ازاي اقدر اتحكم في قوتي السحريه. ولكن هو بيقول لها عشان تقدر ان انت توصل للمرحله ديت لازم قوتك البدنيه تكون في مستوى مناسب. خدها بقى لتمرين التوازن وبيعرفها ان هي لازم تخرج قوتها السحريه مع عناصر الطبيعه عشان تقدر انها تحافظ على التوازن في جسمها وكمان قوتها الجسديه. بعد كده بقى بياخدها للمكتبه ويقول لها اي نعم ان انت قرات كتب كتير عن السحر ولكن كلها تقريبا ما لهاش اي لازمه. وبيحط قدامها شويه كتب زي الفل وبيعرفها انها لازم تقرا كل الكتب ديت في خلال شهر واحد. مر بقى الايام على الاميره اتناشا وبنشوف انها بتبدا بقى تتمرن بجد وباجتهاد. شويه بقى بتجري وشويه تانية بتحاول بقى انها تتحكم في الريشه بقوتها السحريه. وطبعا لوكس بيراقبها وهي بتكون عماله تتدرب بكل اللي هي تقدر عليه. في نهايه يوم من احد الايام بيقرر انه يخش يطمن عليها في المكتبه. يتفاجئ انها بتكون اتقنت ازاي تقدر انها تتحكم في الريشه بقوتها السحريه. ولما بياخد بص عليها بتكون رسمها تلاقي ان هي اصلا بتكون رسمها على هيئه شيطان وعنده قرون. وفي تاني يوم بقى اثناء ما يكون في المكتبه بيقرر انه يقرب منها وهي بقى اول ما بتشوفه بتكون مرتبكه جدا. والله بصراحه كده انا عندي فضول عايز اعرف السبب اللي بيخليكي ان انت تتعلمي وتبذلي كل الجهد ده. هي بقى بتبعده عنه وبتقول له اكيد يا معلم لازم انا ابذل كل جهدي طالما حياتي بتكون على المحك. وطبعا هو لما بيسمع الكلام ده بيكون في قمه الاندهاش ومش فاهم اي حاجه. الاميره بقى اتناشا بتبدا بقى تفكر في معامله والدها ليها اللي هو حرفيا بيكون لطيف جدا معاها لابعد الحدود وكل اللي بتتمناه انها عايزه انها تحافظ على علاقتها ما بينها وما بين والدها اللي انا مش عايزه تخسرها في يوم من الايام. على الناحيه الثانيه بقى عند الامبراطور بنشوف ان فيليكس بيوصل بقى لعنده وبيكون جايب له تقرير عن الساحر لوكس. ده بقى يعرفوا ان هو ساحر جامد
بوفتيقة ومن العائله الامبراطوريه. بس بقى بيعرف الامبراطور ان الشخص ده بيكون خطير وما ينفعش ان هم يسيبوه مع الاميره اكتر من كده، ولكن الامبراطور من الناحيه دي بيطمنه لان هو اصلا بيكون استعمل قوته السحريه عليه قبل كده واكتشف ان هو اصلا مش شخص خبيث، هو ما بيمتلكش اي نيه شريره في اتجاه الاميره، يعني من الافضل ان احنا نراقبه عن كسب. بيبدا بقى جزء جديد وبنشوف ان الاميره اتناشا بتقع من السماء، وقبل ما بتصطدم بالارض بنشوف ان في طفل بيتدخل وبيقدر ان هو ينقذها، ولما بقى بيشوف لبسها اللي بيكون اشبه بالملاك بيكون مفكرها انها بتكون واحده منهم. وعشان نفهم الاميره اتناشا بتكون وصلت لهنا ازاي ومين الطفل ده فلازم نرجع لورا شويه، وده اثناء ما الاميره اتناشا كانت بتتدرب بجد واجتهاد عشان تقدر انها تتحكم في قوتها ولكن بدون اي فايده، وده بقى اللي بيخليها بتكون غضبانه جدا من لوكس وبتقول له انت سيء جدا في تحمل المسؤوليه. لا على فكره انت فاهمه الموضوع غلط، هو انت عايزان ان انا اعلمك كل التفاصيل الصغيره؟ واحده بقى بتقرب منه وبتقول له مش الضروري يا معلم، هي مش كل التفاصيل ممكن تكون صغيره، اتمنى يعني ان انت تكون لطيف معاه في المعامله حبتين وتكون مرن. ولا بس كده انت جيتي في جبل. بص يا ستي، ما هو تطابق الطاقه السحريه بتاعتك دي عشان تقدر ان انت تتعاملي كده مع العناصر السحريه، لكن قبل ما تعملي الكلام ده فانت لازم في الاول تتالفي مع العناصر. لكن هي بتقوم رازعه بوكس وبتقول له انت عبيط يا اسطى، انا مش عايز اقوم بالكلام التافه اللي انت عمال ترسله لي كل شويه ده. مع رغم من كده اتناش بتقرر بقى انها تعتمد على نفسها شويه وتبدا بقى انها تتعلم السحر ولكن كل محاولاتها تقريبا بتبوء بالفشل. طبعا لوكس بيكون قاعد في زاويه وشوف كل المحاولات ديت وعمال بيضحك عليها. اي نعم ان انت بتكون عبقريه ولكن في حته تانية خالص. هي بقى بتقول له يا ابن ستار بطل اللي انت تضحك عليا وابدا ان انت تعلمني بجد وباجتهاد خليني اعتمد على نفسي كليا وانت ما بتعملش اي حاجه وقعد شبه البروتة. لا بص كده فهمي معايا، الطاقه السحريه كلنا بنتولد بيها عادي جدا، ولكن المختلف ما بيننا ان احنا بنستخدمها بطريقه مختلفه. قرر بقى انه يضرب لها مثال وبيبدا بقى انه يستعمل قوته السحريه عشان يقدر ان هو يصب لنفسه الشاي، وكمان يبدا بقى انه يعدل الدنيا اللي حواليه. يعرفها ان هي دي الطريقه اللي بيقدر ان هو يستعمل بيها السحر، وبطبيعه الحال هي برضه ما تقدرش انها تستعملها بنفس الطريقه، عشان كده لازم انها تعمل بجد وباجتهاد وتكتشف طريقتها الخاصه. بتقول له لحظه، هو انت عايزني اتعلم كل حاجه لوحدي وفوق كل كمان انت مش تعلمني حتى الخدعه الاساسيه؟ ولوكس بقى بيقول لها لازم ان انت تعتمدي على نفسك. تقول له يا معلم ايه اللي انت عمال تقوله ده، كل حاجه بتقولها مبهمه، اديني شويه تفاصيل. وهي بقى بتزهق من امه وبتقرر بقى انها تسيبه عشان تروح تقعد مع ولادها، ولما بيوصل لعندها بيتفاجئ انها بتكون مركزه مع الكيكه قوي، عشان كده بقى بيسالها لو كانت متضايقه منها ممكن احنا نغيرها، لكن انا بتقول له مفيش الكلام ده، انا بس كنت بحاول ان انا استعمل قوتي السحريه عشان اقدر ان انا اشطرها لنصفين. لكن والدها بيمسك السكينه وبيقطع لها كيكه وبيرد عليها بكل حكمه انما ما ينفعش تتعب نفسها زياده عن اللزوم، لابد انها تفكر بطريقه مختلفه عشان تقدر انها تعالج مشكله طاقتها السحريه. ده بقى اللي بيديها جرعه من الحماس وبتقرر بقى انها تبذل كل اللي عندها. بعد كده بترجع للغرفه بتاعتها وبتبدا بقى انها تقرا في الكتب، ولكن بتمل بسرعه وبتحذف الكتاب. ولوكس بيقول لها على فكره التصرفات اللي انت بتتصرفيها ديت مش لائقه باميره زيك. هنا بتقول له خسئت، انا زهقت من التعليمات اللي انت عمال تديها لي المبهمه ديت. بقول لها على فكره كل الناس بتتعلم الطريقه ديت حتى من 400 سنه الطريقه ديت ما اتغيرتش. وتقول له افهم بقى منك ان انت اتعلمت برضه بنفس الطريقه. ولا مظبوط. بس مع رغم من كل ده مره واحده بتقرب منه وتقول له على فكره انا من لغايه دلوقتي مش بثق فيك، انا ما اعرفش انت مين ولا اعرف انت جيت منين ولا اعرف عنك اي حاجه. لا يا ستي وانا مش قلت لك قبل كده ان انا ساحر عظيم جنب بوفتيقه؟ دي كفايه جدا. هي بقى بتقول صدق ان انت عيل مستفز ولكن ما كنتش متخيل ان انت لهذه الدرجه، يا ريتني كنت وافقت على طلب الدوق، كنت خليت دلوقتي ابنه هو بيكون شريك في الدراسه بدالك، على الاقل تقدير كان هيقدر ان هو يتفهمني اكتر منك، مش هيكون مغرور زيك وهيحاول بقى انه يتفاهم مع الشخص اللي قدامه. وبسبب الكلام ده بنشوف ان لوكس بيتضايق منه جدا ومره واحده بيقرب منها. هي اول ما بتشوفه بالطريقه دي بتقول مالك ولا انت عايز بالظبط؟ افهم بقى من كلامك ان انت بتكون عايزه تكوني صديقه ابن الدوق صح؟ غالي يا ستي والطلب رخيص. وبعد كده بيقرر بقى انه يستعمل قوته السحريه عليها. بنتفاجئ انها بتختفي من المكان وبتظهر بقى في السماء، وهو ده نفس اللقطه اللي شفناها في اول الحلقه، وده بقى اللي بيخلينا بتكون في قمه الرعب ومش عارفه ممكن تتصرف ازاي. ولكن مره واحده بنشوف ان الطفل ده بيتدخل وبيقدر ان هو ينقذها، ولما الولد ده بيبدا ينفوق بيتفاجئ بقى تناشا، وبسبب بقى لبسها الغريب بيفكر انها بتكون واحده من الملاك. بقى بتكون لسه هترد عليه، ولكن لما بتشوف لبسه وكمان لون شعره وهيئته ان هو بيكون ابن الدوق الوفيس. وبالمناسبه صديقي هذا الفتى الورع بيكون اسمه ايزيكل. ده بقى اللي بيخلينا بتكون متوتره وبتقرر انها تبعد عنه حبه، وبتبدا بقى انها تشتم لوكس ان هو بيكون جابها لهذا المكان. المهم ايزيكل بقى بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيسالها لو هي كانت واحده من الملاك بما انها بتكون وقعت من السماء وكمان عندها اجنحه. ده بقى اللي بيخلي اتناشا انها بتكون متوتره حبتين ومش عارفه بقى ترد عليه تقول له ايه بالظبط، وبتقرر بقى انها تجري في الكلام وبتقول له ايوه يا اسطى انا واحده منهم. وده بقى اللي بيخليها انها بتكون محرجه جدا لانها ما قدامهاش اي خيار تاني غير انها تجري في الكلام. اما بقى بالنسبه لزيكل فبيبدا بقى انه يركز في ملامحها وبسبب عيونها الزرقاء فبيبدا بقى انه يتعرف عليها فورا ان اللي قدامه ديت هي بتكون الاميره اتناشا، لان عيون الزرق اللي بتمتلكها ما فيش اي حد يقدر ان هو يمتلكها غير من العائله الملكيه فقط.
وهو كمان بقى بيقرر ان هو ما يحرجهاش وبيجريها في الكلام بيقول لها ايوه انا عرفت ان انت ملاك من اول نظر. وبالمناسبه صحيح هو انت ليه وقعت من السما اصلا؟ وسط هما بقى بيكونوا عمالين بيدردشوا مع بعض بنشوف ان والده بيبدا بقى انه ينادي عليه. وبعد بقى لحظات قليله بيوصل للمكان اللي هما بيكونوا فيه وبنتفاجئ ان اتناشا بتكون اختفت لكنها في الاساس بتكون اصلا مستخبيه ورا الاعشاب. وابوه بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيساله هو انت بتعمل هنا صحيح؟ وبيقول له حاج مفيش كنت بفكر مع نفسي شويه مش اكتر. وفي نفس الوقت بنشوف ان اتناشا بتقرب انها تراقبهم من ورا الاعشاب عشان تعرف هما بيتكلموا على ايه بالظبط. المهم بقى بنشوف ان الاب بيبدا بقى انه يتكلم مع ابنه وبيساله لو هو ما كانش راضي عن مخطط دراسته بره البلاد. وإيزيكيل فعلا بيكون باين عليه ان هو بيكونش راضي بالكلام ده ولكن هو بيقول له بص كده يا حاج هو الموضوع مش فكره انا راضي ولا لا، كل ما في الامر ان انا بكون قلقان على جنيت لانها اول ما عرفت ان انا هسيبها واسافر بدات انها تعيط وتنهار. ابوها بيقول له انت حمار يا ابني وانا مش قلت لك كذا مره انت ما ينفعش تسمع لكل كلام اللي هي بتقوله. بس يا ولدي انت لازم بقى تفكك من كل الكلام الوسخ ديت وفكر في حاجه واحده بس ازدهار عائلتنا. ومن الاحسن من ده كله لازم دلوقتي تفكر وتخطط ازاي تكون شريك دراسه الاميره اتناشا. ولو فعلا قدرت تعمل الكلام ده فمش هتكون مضطر ان انت تسافر. ولكن لسبب ما اعرفوش الاميره اتناشا بالذات نفسها مفكرانا عدو ليها لغايه دلوقتي. انا مش فاهم هي واخده عني الفكره ديت ليه اصلا. ابنه بقى بيرد عليه وبيقول له على فكره الاميره هي الحق الكامل انها تختار بنفسها شريك دراستها وما ينفعش تحت اي ظرف ان احنا نجبرها على اي اختيار هي مش عايزاه. وبيقول له فعلا صدق انت عندك حق. عموما هو انت جهزت امتعتك ولا لسه؟ عموما في كلتا الاحوال انت قدامك كام يوم وهتسافر على طول. وإيزيكيل بقى بيرد عليه بكل حزم بيقول له على فكره حاج انا كمان اقدر ادرس هنا في المملكه. اتمنى ان انت تقعد كده مع نفسك وتفكر ان موضوع السفر ده تقريبا ملوش اي لازمه. وقبل ما والده يسيبه ويمشي ويقول له لو انت عايز تعمل كل اللي انت عايزه فلازم تثبت لي ان انت بتمتلك المهارات الكافيه. وبعد ما بيمشي بنشوف ان اتناشا بتخرج وبتبدا بقى تتكلم مع هذا الورق وبتساله انت كويس ولا ايه القليل. إيزيكيل بقى بيرد عليها وبيقول لها ان الدنيا كلها زي الفل تمام التمام. وهي بقى بتقول له اعذرني يعني انا ما كنتش حابه اتنصت عليكم ولكن سمعت الحوار اللي ما بينكم. وبقول لها مفيش اي مشكله لان في كلتا الاحوال ما كنتش ناوي ان انا اخفي عليك الموضوع ده اصلا. بعد كده بقى اتناشا بتلاحظ ان هذا الورق بيكون متردد وعايز ان هو يتكلم وعشان كده بتقول له على فكره يا معلم انت تقدر تتكلم مع واحده يعني من الجنات وتحكي لها مشاكلك عادي. لا خلصانه ده لو انت فعلا ما عندكيش مانع. وبالفعل يا صديقي بنشوف ان الطفلين دول بيقعدوا مع بعض وبيبداوا ان هم يدردشوا شويه. بقى بيكون لسه هينادي عليها باسم الاميره اتناشا ولكن بيلحق نفسه وبيبدا بقى يسالها هو انت بتشعر بالضغط بسبب عائلتك ولا ايه الدنيا؟ اتناشا بقى بتقول له شويه يا معلم. وإيزيكيل بقى بيرد عليها بيقول لها عموما احب اعرفك ان انا هكون فخور ان انا هكون خليفه العائله ولكن معنى الكلام ده ان انا مش هيسمح لي اتعامل بتصرفات تلقائيه من نفسي لان في معظم الاحوال السيناريوهات اللي دايما ابويا بيحطها لي دايما بتكون صعبه عليا. اتناشا بقى لما بتسمع منه الكلام بقى بتقول لنفسها اي نعم ان هو بيكون في نفس سني ولكن هو بيكون متوازن. بالنسبه بقى لاحلامها فكل اللي هي عارفاه عن إيزيكيل ان هو كان عباره عن دميه في ايد والده وده بقى اللي خلاها انها تقريبا تبدا بقى تكرهه من غير قبل ما تشوفه. ولكن ما كانتش متخيله في يوم من الايام ان هذا الورق بيكون عنده جانب حساس زي كده وعشان كده بتبدا بقى تتكلم معاه وبتقول له بص كده يا الورق انت لازم تنجز دراستك في اسرع وقت ممكن وتقدر بقى ان انت تثبت لوالدك ان انت بتمتلك المهارات الكافيه عشان تقدر ان انت تعمل انجازات عظيمه. بس إيزيكيل اول ما بيسمع منها الكلام ده بيبدا بقى انه يفطس على نفسه من الضحك. بقى بتقول له مالك يا اسطى انا قلت نكته ولا ايه الكلام؟ لكن هو بيقول لها لا انا بس كل ما في الامر ان انت شايف الموضوع بسيط لكن احب اعرفك ان صراع السلطه ما بين النبلاء مش بينتهي وكل اللي والدي عايز مني ان انا اقف قدام كل الصعوبات ديت واواجهها لاجل العائله. اي نعم ان هو باين لمعظم الناس ان هو بيكون بارد من الخارج ولكن هو لازم يخفي مشاعره معظم الوقت وعشان كده لازم اثبت لنفسي وليه ان انا فعلا قد توقعاته. وهنا بقى اتناشا بتتاكد ان اللي قدامها ده بيكون مختلف تماما عن اللي بيكون موجود في ذكرياتها ولسه هيبداوا ان هم يكلموا كلامهم مع بعض. بنشوف ان تعويذه لوكس اللي بتكون جابتها هنا للمكان بتبدا بقى انها تتفاعل من جديد وإيزيكيل بيكون لسه يحاول بقى انه يمسكها ولكن مره واحده بتختفي من قدامه وفي نفس الوقت بنشوف انها بتظهر في نفس المكان اللي بتكون اختفت منه. ولوكس بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيقول لها من الواضح كده ان انت قضيتي شويه وقت ممتع كنت سبتك هناك اكتر من كده للاسف ما كنتش هقدر ان انا استعش. لكن بدون اي مقدمات بنتنا بتقرب منه وبترزعه بالبوكس وبتقول له يا اسطى الكلام الوسخ دي. هو بقى بيكون مستغرب بيسالها هو انت ليه عملت كده وبتقول له انت عبيط. بتقول له انت عبيط هو انت يعني تستعمل قوتك السحريه وتبعت لي هناك وكمان لما تحب تجيبني كل ده بمزاجك؟ انت عبيط لازم ان انت تفكر في مشاعري لو لمره واحده على الاقل. لا وانت مش كنت عايزه من الاول تكوني صديقه هذا الورق؟ انا عملت لك اللي انت عاوزاه. ده بقى لو قاله فبتستشاط من الغضب اكتر واكتر. تقول له انت عبيط يا اسطى هو انت ليه ما بتفكرش في مشاعري اصلا؟ وكل ده كمان انت مخليني اعتمد على نفسي بشكل كامل ومش بتعلمني اي حاجه. انت بالفعل شخص فظيع مفيش اي حد يقدر ان هو يعتمد عليك. وكل ده كمان انا ظهرت للولد ده فجاه واختفيت كمان فجاه بدون اصلا ما اودعه وفي الغالب هو خد فكره عني دلوقتي ان انا شخص متجعرف. لوكس بقى بيقول لها واه هو انت زعلانه بسبب كده؟ انا ممكن ابعتك دلوقتي لهناك تاني. لسه بقى بيفعل التعويذه بتاعته وبتقول له انت عبيط وبرضه بتتعمل كل حاجه من دماغك تمسكه وبتهزقه شويه تهزيق كده من قلبك يحب عزيز الاسبرتاوي لدرجه ان الخدم كلهم بيسمعوها وهي عماله تهزقه لكن بيكونوا مبسوطين ان هذه الفتاه الورع بدات انها تكون حيويه من ساعه هذا الورع بيكون ظهر معاها في القصر وبدا ان هو يعلمها. بيكونوا متاكدين ان هما الاثنين دول هيعملوا مع بعض دويتو جامد بوفتيك
بالنسبة بقى لأتناشا بنشوف انها بتخرج من القصر وبتكون مستشاطة من الغضب وبتقسم لنفسها انها مش هتتكلم مع هذا الورع من النهارده. مجرد ما بتطلع بره المساعدة بتاعتها بتقابلها وبتحاول بقى انها ترجعها عشان العشاء، ولكنها بتنفض لها وبتسيبها وتمشي. المهم بقى يا معلم بنشوف انها بتكمل ماشي لغاية ما بتوصل للبحيرة اللي بتكون غرقت فيها اول مرة. بيكون باين على الاحباط لان عدى اسبوعين ولغاية دلوقتي مش قادرة انها تستخدم السحر. لو الاوضاع ما اتغيرتش فكل حاجة بتكون شافتها في احلامها فمتأكدة انها تتحقق. ولكن بدون اي مقدمات بنشوف ان في تعويذة سحرية بتبدأ بقى انها تخرج من البحيرة، ومرة واحدة بتبدا بقى تسمع صوت والدتها وهي بتنادي عليها، وده بقى اللي بيخليها انها بتكون متفاجئه ومش فاهمه اي حاجه من اللي بيحصل. ولما بقى بتبص على انعكاسها في الميه بتتفاجئ ان هو بيتلاشى وصوره والدتها هي اللي بتظهر. تبدا بقى انها تحكي لها على كل اللي بيحصل معاها وانها لغايه دلوقتي مش قادره تستعمل قوتها السحريه. ولكن مره واحده بنشوف ان القوه السحريه بتبدا بقى انها تتجمع على هيئه والدتها، بتقول لها ان انت عملتي كل اللي عليكي حتى لو ما قدرتش ان انت تستعمليه. ولما اتناشا بتحاول بقى انها تقرب منها مره واحده بقى والدتها بتختفي من قدامها وبسبق كده فهي بتقع في الميه. ولما بقى بتيجي تطلع هنا بقى بتكون الصدمه ان الاعشاب اللي بتكون مسكتها اول مره بتمسكها من جديد، وبتحاول بقى انها تفلت منهم باي طريقه ولكن بدون اي فايده لان هم بيبداوا يشدوها لتحت. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند لوكاس فبيحس انها بتكون حصلت معاها حاجه خطيره وعشان كده بيقرر انه يتحرك عشان يروح ينقذها. وعند بقى تناشا بتكون موجوده تحت الميه وبتعافر بكل اللي تقدر عليه بس بدون اي فايده. ولكن مره واحده بتبدا بقى انها تفتكر كلام لوكس عن السحر وانها لو قدرت انها تتالف مع العناصر فهتقدر انها تستعمل قوتها بكل اريحيه. فجاه في حاجه غريبه بتبدا بقى انها تحصل معاها والميه بتبدا بقى انها تنور وبدون اي مقدمات بتقدر انها تخرج من الميه، ولكن المره دي بقوتها السحريه الخاصه قادره انها تتحكم في كره مائيه عملاقه. وفي نفس الوقت بنشوف ان لوكس بيوصل لعندها، ولما بقى بيشوف المنظر ده فبيكون مصدوم. المهم يا معلم بنشوف ان اتناشا بتبدا بقى انها تتحرك لغايه ما اخيرا بتقدر انها توصل للشط. لوكس بقى بيتكلم معاها بيقول لها مبروك يا ستي قدرت ان انت تكتسبي سحر المياه، وبقول لك ايه ما تفكريش يعني ان انا بكون جيت هنا عشان انقذك يعني لا مؤاخذه يعني في الكلام، كنت بس انا معدي بالصدفه وشفتك فقلت اجي اسلم عليك. ولكن مره واحده بنشوف ان بنت العبيطه دي بتنقض عليه وبتكون في قمه الانشكاح لانها اخيرا قدرت انها تستعمل قوتها السحريه. ولي تقول له اي نعم يا الورع ان انت بتكون مستفز وكمان متجعرف طول الوقت، لكن كلامك قبل كده لما اتكلمت معاه عن العناصر كان فعلا مؤثر. وعموما بقى معلم شكرا على كل اللي انت عملته ده. تطلب كمان منه ان هو يستمر في دروسه التعليم السحري عشان هي فعلا عايزه تستفاد منه اكتر واكتر. لا بس كده انا موافق، يلا بقى بينا نرجع للقصر بدل هدومك اللي متبهدله ديت تغيرها ولا شوف هتعملي فيها ايه. واساسا بيكونوا ماشيين ورا واحده بقى بيوقفوا بالله ثواني كده، هو انت مش عارفه ان انا ساحر جامد بوفتيكا والكل بيخشني؟ مش خايفه بقى مني بسبب ان انت بتكوني لكمتيني واديتيني بوكس كده ملوي؟ وهي بقى بتقول له فين المشكله يعني عايز تردوا لي؟ ما عنديش اي مشكله تعالى ونقعد نتخانق مع بعض. طب بقى يفكر مع نفسه في الموضوع بالله لا مش عايز ارجع تاني اتخانق خناقه الاطفال. المهم يا معلم بيكملوا بقى طريقهم لغايه ما بيقدروا ان هم يرجعوا تاني للقصر، واول ما المساعده بتاعتها بتشوفها بتدومها بتكون متبهدله بتكون مصدومه بتسالها هو ايه اللي حصل معاكي؟ حتى ناشا بتقول لها يا ستي ما تكبرش الموضوع يا دوبك بس كنت بلعب في الميه. ومره واحده بقى بنشوف ان والدها بيظهر من وراها بيقول لها ميه ممكن بقى تفهميني انت كنت بتعملي عند البحيره ايه بالظبط؟ ده بقى اللي بيخليها بكون محترم مش عارفه ترد وتقول له ايه بالظبط وتزق لوكس وتقول له انت مالكش فايده ليه؟ اتكلم يا عم قول اي حاجه. بقى بيبدا ان هو لسه هيفكر في حجه بيلاقي ان الامبراطور بيكون شاله من قفاه، مش هو لوحده لا يا معلم، الامبراطور ده بيكون عادي بيشيل بنته هو كمان من قفاه وبيقرر بقى ناخدهم هما الاثنين معاه للقصر الامبراطوري عشان يشوف الموضوع ده بقى بنفسه. وفي تاني بقى كالعاده بنشوف ان اتناشا بتكون موجوده مع لوكس عشان تكمل تدريباتها وبتحاول بقى انها ترفع الكوب اللي قدامها ده بقوتها السحريه وبالفعل بتنجح. طبعا ان بتكون في قمه الانشكاح ولوكس بيقول لها ما كنتش متوقع ان انت تتعلمي بالسرعه دي، وهي بقى بتقول لي يا اسطى الكلام دي على فكره انا كنت مجتهده وبتعلم بجد وباجتهاد. وبقول لها خلصانه ما تفرحيش بقى باللي انت عملتيه ده لانك لسه قدامك طريق طويل فشخ. هي بقى بتقول له خلصانه يا معلم بقول لك ايه ما تعلمني كده سحر كده اقدر من خلاله ان انا اقدر اعوم، ولكن هو بقول لها انت بعدت كتير قوي. وهي طبعا بتكون مستغربه مش فاهمه اي حاجه وبتقول له اشمعنى، وبيبدا بقى يعرفها ان تحريج الاشياء عن بعد هي مجرد اساسيات. لو انت فعلا عايزه تتعلمي ازاي تخلي كائن حي يقدر انه يعوم فلازم ان انت تتدربي ازاي تقدر ان انت تشيل حاجات اكبر وكمان تحركيها. وهي طبعا ما بتكونش فاهمه وبتقول له طب زي ايه بالظبط؟ تقول لها بسيطه بيقرر انه يشيلها بالاساس اللي موجود في المكان اللي هم بيكونوا متواجدين فيه. ما بتقول له صدق يا اسطى انت فعلا ساحر جامد بوفتيك. وبالله ما انا عارف لكن خلي بالك انت طفس لان كوبايه الشاي اللي في ايدك دي بتاعتي. وبعد كده بتبدا بقى انها تقرا في الكتب وبتكون متضايقه جدا لان دراسه السحر بالنسبه لها بتكون صعبه جدا. ومره واحده بقى بتفتكر ايزيكل وان هو ممكن يساعدها في الموضوع ده، غير انها كمان المفروض انها تودعه توديع لائق بما انه ما ودعتوش المره اللي فاتت. وعشان كده بتبدا بقى انها تتكلم مع لوكس وبتقول له بقول لك يا معلم هو انت تقدر تعمل اللي انت عملته المره اللي فاتت ده مره ثانيه وتبعتني البيت الدوق؟ تقول لها شكلك كده بتفكري في هذا الورق لدرجه ان انت مش قادره تنسيه. لكن انا بتقول له لا مفيش الكلام ده يا معلم الموضوع مهم جدا على فكره. لكن هو بيقول لها مع الاسف ما اقدرش لان المنى بتاعتي ثمينه جدا وما اقدرش ان انا اهدرها على شيء تافه زي ده، غير ان انا لما بعتك هناك المره اللي فاتت انت اصلا جيتي ولومتيني وضربتيني ويا عالم انت بتخططي ايه المره دي. هنا بقى تناشف ما بتكونش قدامه اي خيار تاني وبتقرر
بقى انها تستعمل سلاحها السري، بتقول له ايها الساحر الوسيم الجمال بوفتك اتوسل اليك. طبعا لوكس ما بيقدرش ان هو يقاوم الكلام دي، والله خلاص ابعتك لو انت عايزه فعلا تروح هناك. هي بقى بتقول له خلصان، وبعد لحظات بالفعل بيكر بقى ان هو بعتها لهناك. لسه معلم بيحط التاتش بتاعه وبيكر بقى انه ينزلها المره دي من المدخنه. بعد ما بتتبادل بتقول له يا ابن الزر بتعمل فيها انا كده. ما هي بقى بتكون متلقحه على الارض، بنشوف ان ايزيكيل بيقرب منها وبيكون في قمه الاندهاش انها بتكون جات له مره ثانيه. لا ثواني كده، هو انت مش الجنيه اللي انا قابلتها في الجنينه؟ هي بقى بتقول له مظبوط، وعلى فكره انا جيت المره دي عشان ارخم عليك. لا بصراحه انا ما بقتش فاهم، هو انت ليه كل مره لما بتيجي هنا بتاخديني على حين غره؟ بس بتقول له زي ما انت عارف الجنيات بيحب ان هم يعملوا اللي هم عايزين، انت مش بتقرا الكلام ده في القصص الخياليه ولا ايه الكلام؟ هو بقول لها فعلا انت عندك حق، ولكن انا عمري ما سمعت ان في جنيه بتحب انها تدخل من مدخنه. بقى بتقول له ما تدقش في الموضوع، اصل تهت المره دي. ما بقى بيشوف ان هدومها متبهدله، بيقر بقى انه ينضفها لها، بقى بيخلي اتناشا انها تحس كده ان هو فعلا بيكون اخ كبير بالفطره. ولما بقى ايزيكيل بيركز معاها بيتفاجئ ان لون عينها بيكون مختلف عن المره اللي فاتت، وهي بقى بتقول لنفسها شكل هذا الورع بيكون لحظه اللي انا عملته. وده اللي انها فعلا بتكون طلبت من لوكس ان هو يستعمل قوته السحريه عشان يغير لون عينها من اللون الازرق لاي لون تاني. بس بقى بيقول لها خلصان، وبيقر بقى انه يخلي لون عينها زي لون عيونه بالظبط. وهي بقى لما بتشوف ان هو بيكون مبحلق فوق وشها لهذه الدرجه بتقول له يا اسطى الكلام دي على فكره انا بتحرج. اللي بيخلي ايزيكيل ان هو يعتذر لها ويقول لها صحيح هو انت بتعملي هنا بالظبط؟ بتقول له مفيش، اصل المره اللي فاتت انا اختفيت فجاه من غير ما اودعها فعلا، وكنت قلقان عليكي جدا وفكرتك ان انت بتكون رجعتي للبيت بتاعك لوحدك. وهي بقى بتقول له عموما يا صديقي انا جاي هنا عشان اودعك المره دي. ده بقى اللي بيخلي ايزيكيل ان هو بيكون في قمه الانشكاح. بالله بصراحه كده انا كنت عايز اعمل اي حاجه مقابل ان انا اشوفك مره ثانيه. اتناشا بقى بتتاكد ان هذا الورع بيكون صادق في اللي هو بيقوله، وده اللي بقى اللي بيخليها انها بتكون محرجه منه. ولما بقى بتاخد بص على الاوضه بتاعته بتلاقي انها بتكون مبهدله وفيها شنط في كل حته. تقول له ثواني كده، هو انت خلاص هتمشي ولا ايه الكلام؟ وبيقول لها مظبوط، وبيقول لها ان القارب المتوجه لاتلانتا هيوصل للمدينه هنا بعد يومين. وهي طبعا لما بتسمع اسم المدينه ديت بتعرف انها بتكون بعيده جدا عن مملكه اوبيليا، وده بقى اللي مخليها انها بتكون متفاجئه ان هو يبعد للدرجه دي، مع الرغم ان هو في المستقبل هيكون دوق. المفروض يعني ان هو هيكون محبوب من وسط اللي حواليه، وده غير ان هو هيقف في حب جينيت وهيتجوزها وهيعيشوا حياه سعيده مع بعض. وسط ما هي بقى بتكون غرقانه في التفكير، مره واحده بقى بتتكعبل في واحده من الشنط. طبعا قبل ما بتقع على الارض بنشوف ان هذا الفتى الورع بيقرر بقى ان هو يمسكها، وطبعا يا معلم بسبب الكلام دي فبيعدي عليهم لحظات رومانسيه تتكيه. ولما بقى بتحاول انها تشيل الكتب اللي هي بتكون وقعت على الارض ولا مفيش دعوه، وبيقرر بقى انه يلم كل حاجه بنفسه. وسط ما هي بقى بتكون عماله بتراقب وبتكون متفاجئه ان هذا الورع هو كمان مستقبله بيكون اتغير، وده غير ان هو اصبح مجتهد زياده عن اللزوم، لان الكتب اللي بتكون محطوطه قدامها ديت هي لغايه دلوقتي ما قراتهاش، وهو دلوقتي بدا ان هو يقرا فيها. وإيزيكيل هنا بقى بيقرب منها وبيبدا ان هو يتكلم معاها وبيعرفها ان كل ترتيبات والده في صالحه. مدينه اوبيليا بيكون فيها معلمين ممتازين. هي بقى بتقول له خلصانه يا معلم، طب انت بقى ناوي ترجع امتى بالظبط؟ وبيقول لها بكل بساطه لما الاميره تشوف ان انا بقيت شخص كفء بالنسبه لها. بقى اللي مخليها انها بتكون محتاره ومش عارفه انها ممكن تعمل له ايه بالظبط. المهم بقى بيدردشوا مع بعض، بنشوف ان في واحده بتوصل لعندهم وبتبدا بقى تخبط على الباب. اما بقى ايزيكيل بيفتح الباب بنعرف بقى ان هي دي بتكون جينيت، وصاحبنا بقى بيبدا يعرفها ان الغرفه بتكون مبهدله على الاخر ومش هيقدر ان هو يدخلها. بقى بتعرفوا انها ما عندهاش اي مانع انها تبدا تساعده، ولكن هو بيقول لها الدنيا كلها زي الفل. بقى بتقول له عموما يا معلم بقول لك ايه، ما تيجي تقرا لي القصه دي كالمعتاد. بيقول لها ثواني كده، هو مش دي القصه اللي انا قراتها لك من يومين؟ هي بقى بتقول له خلاص سيبك من القصه ديت، طب اقول لك ايه، ما تيجي كده تسرح لي شعرك. لكن هو بيعتذر لها ان هو بيكون وراه كذا حاجه لازم ان هو يعملها. هي بقى بتقول له طب بقول لك ايه، طب ما تيجي نروح مع بعض البيت الزهور ونبدا ان احنا نتمشى مع بعض. اما بقى بتحس ان هو بتكون متردد تساله ثواني كده يا معلم، هو في حد عندك في الاوضه ولا ايه الكلام؟ وعشان صاحبنا ده يقدر ان هو يلم الموضوع ومحدش يكتشف ان اتناشا بتكون موجوده عنده، وبتقرر بقى انه يروح معاها. طبعا اتناشا بتتفهم الموقف وبتسيبه ان هو يروح معاها. طبعا ما اتناشا بتتنيها في الغرفه وبتراقبهم من بعيد، وتقول نفسها من الصوت اللي انا سمعته من جينيت بيتضح كده انها شخص لطيف. ديت برضه نفس المواصفات اللي هي كانت بتشوفها في احلامها بالظبط، وده على عكس والدتها تماما اللي هي برضه كانت من عائله نبيله، وكانت برضه خطيبه والدها في يوم من الايام. لكن والدتها كانت متسلطه جدا وبدات انها تسخر من ابويا اول ما عرفت ان هو مش هيكون وريث العرش. بسبب بقى كده تم فسخ الخطوبه. لكن بعد ما والدي اصبح الوريث الشرعي وكمان الامبراطور بدات انها تتوسل ليه عشان ترجع له من تاني، لكن هو بيكون رافض الكلام الوسخ ديت. ومن بعد كده هي بتكون اختفت وارتبطت بواحد من النبلاء، ولكن قبل ما بتتوفى بتكون انجبت بنت عندها نفس العيون الخاصه بعائله الملكيه. هي بقى بتكون جينيت، واللي الدوق قرر بقى ان هو يتبناها في المستقبل، يعني المفروض انها تلفت انتباه والدي، وده طبعا بعد ما يتعرف عليها من خلال الدوق. المفروض يعني انها تكون امراه سعيده ومحبوبه من كل اللي حواليها، وعلى حسب بقى كل الذكريات ديت فالمفروض انها بتكون بتكرهها. لكن على العكس تماما هي دلوقتي ما بتحسش في اتجاهها باي كره. بس هي بقى بتكون غرقانه في التفكير. بنشوف ان لوكس بيقرب منها بيقول لها مين الشخص ده اللي مخلينا بتكون متفاجئه منه جدا، وبيقرب ان هو يبعد عنها لان عارف ان هي بتكون متهوره. هي بقى بتقول له انت هنا من امتى يا اهل ورع؟ لكن هو بيقول لها برضه ما جاوبتنيش على سؤالي مين هذا الشخص. بقى بتقول له ثواني كده، هو انت تقصد ايزيكيل؟ وبيقول لها لا انا عارف ابن الدوق، انا بس عن البت اللي معاها ديت تطلع مين. وهي بقى بتقول له انت تقصد البت دي جينيت يا معلم. بيقول لها ثواني كده، هي ديت تطلع
كاميرا ولا ايه الكلام. وهي بقى بتقول له كاميرا تقصد يا معلم بالكلمه ديت. يبدا يعرفها ان معنى الكاميرا طفله انها بتحاول انها تستخدم السحر الاسود. وعلى الناحيه الثانيه بقى عند ايزيكو وجينيت بنشوف ان هما الاثنين بيتمشوا مع بعض في الحديقه والبنت بتكون في قمه الانشكاح. وبنلاحظ بقى ان لوكس واتناشا بيكونوا موجودين وبيراقبوهم من بعيد. وهي بقى بتكون مستغربه بتقول له ثواني كده هو انت بتعمل ايه كل الكلام دي غير ان انت لازم تستخبى دلوقتي قبل ما اي حد فيهم ياخد باله. ان هو بالله من الناحيه ديت لا تقلق لان هو بيكون استخدم قوته السحريه عليهم هما الاثنين عشان ما فيش اي حد ياخد بالهم منه. يبدا يعرفها ان هو بيكون مهتم بهذه الكاميرا وعايز بقى ان هو يراقبها عن كسب. وبالنسبه بقى لزيكو وجينيت الاثنين بيكونوا عمالين بيلعبوا مع بعض ولكن هي مره واحده بتقف وبيبدا بقى يسالها لو في حاجه بتكون حصلت. بتقول له ما فيش كل ما في الامر ان انا عايز اقضي معاك شويه وقت وبالله بس كده بسيطه يلا بينا نطلع عند البيانو ونبدا ان احنا نلعب هناك مع بعض. بالنسبه بقى لاتناشا فبتلاحظ بقى ان جينيت ما بتكونش حابه ان ايزيكيل يبعد عنها ولكن انا بقى لوكس بيقاطعها وبيبدا يعرفها ان المنى الخاصه بجينيت ما بتكونش نقيه وكأن في حاجه كده بتكون اختلطت معاها. ده بقى اللي بياكد له ان في حاله من السحر الاسود بيحوطها. طبعا اتناشا لما بتسمع منه الكلام ده بتقول على فكره معلم انت مبالغ زياده عن اللزوم. بالله انا مستغرب جدا ان انت بتدافع عنها وده غير ثواني كده عيونك زي عينوها بالظبط. هو انتوا الاثنين اخوات؟ بقى بتكون مرتبكه جدا ما بتعرفش ترد تقول له ايه بالظبط وتقول له ايه يا عم اللي انت بتقوله ده انا ما اعرفش. بقول لها طالما كده خلصانه يلا بقى بينا نمشي وراهم. على الناحيه الثانيه بقى عند الاثنين دول بنشوف ان هم بقى بيوصلوا عند البيانو وايزيكيل بيقرب ان يقعد ويبدا بقى انه يعزف لها المقطوعه بتاعتها كالعاده. عند بقى تناشا بتبدا بقى تتكلم مع لوكس بتقول له بقول لك يا معلم ما فكك بقى من الكلام ده ويلا بينا نمشي ولكن هو بيكون متفض لها خالص لغايه ما بيطلع لعندهم. وتناشا مره واحده بقى بتلاحظ ان جنين بيكون فعلا حزينه جدا لدرجه انها بتبدا انها تعيط. طبعا اول ما لوكس بيلاحظ بيقرب ان هو بيبدا بقى يساله هو انت ليه بتعيطي. بتعرفه انها ما بتكونش حابه انها تبعد عنه في يوم من الايام ولكن هو بيعرف ان الكلام ده مش بايده وان ده قرار والده. بتقول له طب بقول لك يا معلم انا هتكلم مع دوك واطلب منه ان هو يسيبك هنا في المدينه ونقعد ندرس مع بعض لكن هو بيعرفها ان للاسف ده مش هيحصل لان ابوه خلاص بيكون اتخذ القرار. بتقول له انت لو سبتني ومشيت فانا هكون شخص وحيد لكن هو بيبدا ان هو يطمنها وبيعرف ان هو اكيد هيرجع لها تاني في يوم من الايام. وده غير ان انا هبدا ان انا ابعت لك رسائل بشكل منتظم. وبالنسبه بقى لتناشا فبتكون حزينه على اللي بيحصل مع جنيت لانها برضه بتكون عدت بنفس اللحظات ديت مع والدها في احلامها. هي كانت من صغرها كانت وحيده ومفيش اي حد كان بيهتم بيها وكانت زعلانه جدا ان والدها ما كانش برضه بيحبها. كانت حاسه بالوحده ومن الواضح كده ان جنيت برضه بتمر بنفس اللي هي بتمر بيه. وسط بقى هذه اللحظات المؤثره تناشا مره واحده بقى بيجي لها رغبه ملحه انها بتكون عايزه انها تشوف والدها حالا. لكن بقى بنشوف ان لوكس بيقطع تفكيرها بيقول لها ثواني كده هو انت شفت المستقبل بتاعهم قبل كده ولا ايه الكلام. بقى بتقول له ايه يا عم اللي انت بتقوله ده رؤيه مستقبل مين انت بتقول عليها حتى بقى ما بيقدرش يعمل الكلام دي. خلي بالك على فكره انت بتتكلم مع طفله يعني امكانياتها بتكون محدوده جدا. وبيبدا ان هو يضحك بسخريه بيقول لها طفله بس على فكره انت مش طفله عاديه. بقى بتقول له ثواني كده هو انت تقصد ده بالظبط ولا ما فيش يلا بينا نرجع للبيت دلوقتي. بالنسبه بقى لوكس فهو بيكون في قمه الانشكاح لان الامور فعلا بدات انها تكون مثيره للاهتمام. بيكون بقى متحمس يشوف ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل. الناحية التانية بقى عند الامبراطور بنشوف ان هو وفيليكس عمالين يتغندروا ويتمشوا في قلب القصر الملكي. مرة واحدة بقى بنشوف ان اتناشا بتبدا بقى انها تجري على والدها بتقول له فينك يا حاج من بدري. قال له انت وحشتني بقالي بتاع حوالي 10 ساعة ما شفتكش. لا على فكرة انت بقيتي تاخدي عليا كتير وبقيتي تيجي في اي وقت انت عاوزاه كده. فيليكس بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبالله على فكرة انت بقيتي غريبة برضه اليومين اللي فات في حاجة حصلت ولا ايه الكلام. هو بتقول له بقول لك ايه وانا ظريفة كالمعتاد ولا ايه الدنيا. ولا اكيد طبعا انت كيوت جدا. لكن الامبراطور بيقول له خسئت يا لورع بطل هراء بطل ان انت تدلعها زيادة عن اللزوم. بعد كده انت لازم تحافظ على مسافة 10 ياردات ما بينك وما بينها. بعد كده بيبداوا ان هم يتمشوا مع بعض وبيبدا بقى يسال بنته هو انت ايه اللي جابك النهارده صحيح. بتقول له مفيش اصل انا كنت بدرس السحر بجد وباجتهاد طول الفتره اللي فاتت بس انا حيتليش الفرصه ان انا اقعد معاك كالمعتاد فقلت ان انا اجي ادور عليك بنفسي. بقول لها طب يعني دراسه السحر ديت مرهقه لهذه الدرجه يعني. وهي بقى بتقول له فعلا دراسه السحر ديت بتكون متعبه جدا لدرجه ان انا بقيتش انام كويس اليومين اللي فاتوا. لا تقلق انا استحاله ان انا استسلم في منتصف الطريق. بقول لها من الواضح كده ان انت فعلا بذلت مجهود خارق الفتره اللي فاتت. في البدايه انا كنت مفكرك ان انت تستسلمي بسهوله وكنت متقبل كل الكلام دي لكن دلوقتي انا شايف عزيمتك التي لا تتزعزع وعشان كده انا بشجعك واعملي كل اللي انت تقدري عليه. بقى اللي بيخلي بنتنا انها بتكون متاثره جدا وبتبدا بقى تتكلم معاها حاج وبتقول له بقول لك ايه هو انت هتفضل تحبني. اللي بيخلي ان هو بيكون مستغرب من السؤال وبيسالها هو انت ليه بتقولي كده. بتقول له مفيش اصل انا حابه اتاكد بس مش اكتر. لا اكيد طبعا هفضل احبك. وهي بتقول له اعتبر ان ده وعد. لا اعتبر اللي تعتبريه اعتبريه وعد يا ست. طبعا بنتنا اول ما بتسمع الكلام دي بتكون في قمه الانشكاح عليه. وفي نهايه اليوم بنشوف ان اتناشا بتكون موجوده في الغرفه بتاعتها وماسكه بقى الدفتر اللي بتأيد فيه كل ذكرياتها. بتكون بقى متفاجئه ان الحاجات اللي بدات انها تشوفها في احلامها اي نعم انها كانت بتتحقق ولكن فيما بعد بدات انها تتغير حاجه في حاجه بدايه من والدها اللي اختلف تماما عن اللي كان في ذكرياتها. ودلوقتي ايزيكيل ده يعتبر شخص مختلف تماما عن اللي هي بتكون عارفاه. وده اخيرا وليس اخيرا جينيت اللي هي بتكون حاسه انها وحيده قدر المستطاع بتحاول بقى تخلي اللي حواليها يبداوا ان هم يحبوها. ده بقى اللي خلاها بتكون متفاجئه وبتقول لنفسها من الواضح كده ان انا بدات اثر زياده عن اللزوم في الواقع بسبب احلامي. فوق بقى القصر الملكي بنشوف ان لوكس بيكون
موجود وبيكون منبهر جدا بكل اللي بيحصل، لان خيوط المستقبل بدات انها تتشابك مع بعض، ومن الواضح كده ان في حاجات كتير هتبدا انها تتغير في المستقبل. وده بقى اللي بيخليه ان هو بيكون متحمس، لانه حابب انه يشوف الاتجاه اللي هم بيكونوا رايحين فيه، خاصه بقى الاميره الصغيره اتناشا لانها فعلا قدراتها بتكون مبهره جدا. وبس كده صديقي، لايكك شيرك سبسكرايب الرايق نوصل الفيديو ده ل 10,000 لايك. ولو انت مش متابعنا على قناه الواتس فانت فايتك حاجات كتير فشخ. تلاقي اللينك دلوقتي في اول تعليق مثبت وكمان في شاشه النهايه عشان انت تشترك في القناه، عشان عايزين نوصل 250,000 مشترك قبل ما السنه دي تخلص. وبس كده يا معلم، كان معاكم مصطفى سعيد، اشوفكم في فيديو جديد، سلام.